العتبة دي أكبر ثالث أكبر سوق جملة في العالم. معقوله؟ أيوة، إحنا مصر مسمينها صين الشرق الأوسط. والحاجات دي بقى بتغربل، يعني انا بحس ان ايه، دي بتغربل السوق، اللي هو اللي جاي بيهرج لسه ويتعرض لضغط زي ده هيرجع. أنا بعد 6 شهور من فتحي للمصنع في قيم أنا كنت هقفل. حته التصدير لبره وازاي بدات الموضوع ده، والموضوع ده سهل ولا صعب؟ لانه في ناس كتير برضو عندها شغف بالحته دي. أفضل حد بيلبس زي شرع هم الناس دي. معقول؟ حلقه جديده من بودكاست قصه براند. النهارده معانا رائد الاعمال وحد جامد جدا في مجال ملابس المحجبات، مؤسس براند قيم حجاب، حد عنده خبرات وباع طويل جدا في البيزنس في مصر والتصدير خارج مصر، ويعني ان شاء الله تبقى حلقه نافعه ومفيده جدا لينا ويضيف لنا كتير. معانا ومعاكو الاستاذ احمد البسطويسي. اهلا وسهلا. يا مرحبا نورنا. باشمهندس، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. طبعا يعني غني عن التعريف. الله يحفظك. وان شاء الله تبقى حلقه قويه جدا. اللهم امين. وننتفع بالخبرات وبالرحله اللي فيها تجارب، كان اكيد فيها صعوبات كتير وكان فيها نجاحات كتير. فان شاء الله حلقه تكون مفيده للناس يا رب امين. يا رب امين. الله يمسك. عرفنا بنفسك. انا اخوك احمد البسطويسي. اهلا وسهلا. خريج تربيه قسم لغه عربيه ودراسات اسلاميه. انا من سوهاج وكنت عايش في الوادي جديد قبل ما اجي القاهره ان شاء الله. بس طيب البدايه في البيزنس ودخولك لعالم البيزنس كان عامل ازاي؟ الموضوع كان بسيط خالص. في البدايه كانت تقريبا مبلغ ما يزيدش عن 5000 جنيه. بدأت هو الموضوع أصلا بدأ بقصة إنه حبي للزي الشرعي يعني. حلو. أنا كنت لما أشوف يعني حتى وأنا في فترة الثانوية قبل ما أعرف الالتزام كنت أشوف الأخت ماشية في الشارع ما أقدرش أرفع عيني من عليها من شدة الإعجاب بالشكل ده. الشكل ده كان عاجبني جدا وحاسس إنه لأ أنا يعني أتمنى إنه كل اللي في الشارع يلبسوا كده. تمام. فلما ربنا من عليا واتخرجت وبدأت أبدأ أدور، لا الموضوع ده كانت البذرة دي كانت موجودة لحد ما جيت أشتغل. لا أنا هشتغل في المجال ده. حابب المجال من بدري جدا يعني. هو سبحان الله يمكن هي النبتة كده. فهو ده خلى عندي شغف بالعمل إن أنا أكون جزء منه، إنه الشكل ده ينتشر في شوارع المسلمين. انت اصلا ما دخلتش في اي مجال من مجالات البيزنس في الاول خالص. غير المجال ده؟ يعني من البدايه ملابس. بالظبط. ملابس محجبات. بس مفيش حتى نوع تاني حتى من الملابس؟ خالص. حلو قوي. بس لما بدأت ربنا من عليا ونزلت القاهرة، حلو قوي. طبعا المبلغ يجيب حاجات بسيطة جدا. جبت عينات وما كانش ما عنديش محل يعني. انا كنت الاول لو اقول لك ان انا ببيع في الشارع، وكنت يوم عطور ويوم محجبات. العطور دايما والحاجات دي مرتبطين ببعض سبحان الله. ايوه. بس فطبعا الموضوع حصل فيه انه في البداية انت ما عندكش مكان ومش عارف تعمل ايه. فقدرا كده ربنا من عليا لقيت تروسيكل وحطيت البضاعة وقعدت الف في الشارع. دي البداية. دي البداية. تمام. بس قعدت مش اكتر من 6 شهور. حلو. سبحان الله ربنا نمى الرزق يعني، وفتحت كشك صغير. انتقلت من القرية للمدينة. كل ده في الوادي الجديد؟ كل ده في الوادي الجديد. حلو. قصة الوادي الجديد ده بقى من احد الاسباب اللي نجح الفكرة انه طبيعة اهل الوادي كلهم محجبات. الخمار ده تقريبا 90% من النساء هناك بتلبس الخمار. هو شويه يعني مش تدين على قدر ما هو تقليد شويه. خلاص. صح كده. يعني والفطره والطيبه يعني. ايوه هو طبعا. فالموضوع وسبحان الله ما كانش حد من اصحاب المحلات مهتم بالموضوع ده. حلو. كان مخلي الخمار ده عباره عن شيء ركن في المحل. انا لما اشتغلت وطبعا يعني انا لما جيت اتعلمت بعد كده عرفت انه ده من اساسيات البيزنس، ان انت تتخصص في شيء وتشوف السوق عايز ايه وتبدأ تلبي طلبات السوق. لكن سبحان الله توفيق الله عز وجل خلاني اشتغلت في شيء اولا حبي ليه هو شرعي اصلا، والسوق عطشان ليه جدا. فبمجرد ما رميت البذرة سبحان الله انبت. فرصة متواجدة بالظبط. ما كانش فيه منافس يعني. وطبعا بعيد عن سوق القاهرة، بلد ما فيش فيها حد. هو دايما بيقولوا الفرص في الصعيد مختلفة تماما عن القاهرة، يعني المنافسة هنا بتبقى شديدة قوي. اقول لك ليه. هو هناك ما فيش الارهاق اللي هنا. بتاخد مساحة من الخطأ حتى. لو اخطأت
ملحوقه. في القاهره هنا لو اخطات بالظبط هنا مفيش مساحه للكلام هنا مفرمه. انت لازم تكون ليل ونهار صاحي. صح. لكن في المحافظات التانية وهو اللي عايز يبدا، وبحس ان في فرص، يعني هو اصلا في فرص في كل المجالات. لما تيجي تدور لاي موديول بيزنس فتحته في القاهره غير لما تفتحه في المحافظات. بالظبط. ممكن يبقى ليه طابع الناس تنبهر بيه اكتر، يعني تحبه اكتر هناك غير في القاهره. وده اللي حصل. حلو. سبحان الله. اشتغلت ورغم انه كان كشك الا كان المحلات الناس بطلت تشتري خمارات ليه، الناس بطلت تشتري من عندنا حجاب ليه، لحد ما لقوا انه في حته كشك صغير موجود هو اللي واخد السوق. ما شاء الله. فربنا من عليا، الموضوع نما بسرعه، لكن العدد المحدود في الوادي والشغف العالي يعني ما بيجوش متساويين مع بعض. انت حاسس ان طموحك اكبر من المكان شويه، مش هيلبي طموحاتك مهما. يعني انا اخدت فتره وفتحت فتحت محل محجبات بفضل الله، ومحل تاني اطفال، واشتغلوا كويس جدا. انت ثبتت نفسك هناك وكنت يعني الحمد لله. انا بفضل الله انا كنت لما انزل اشكل شغل في القاهره كان الشغل بتاعي مثلا يحتاج يوم او يومين، انا كنت اقعد اسبوع، كنت بمسح السوق. ايه السبب؟ ليه؟ ما اعرفش، انا حاسس انه لا، انا في حاجه ناقصاني عايز اعرفها، مش هو ده اخري. لو انا مش هنزل اجيب شغل وارجع ابيعه وخلاص وانا كده الدنيا تمام مرضيه بالنسبه لي. لا، انت تعرف الشراب ما كنتش اشتريه كده جمله، كنت ادور على المصنع بتاعه، ورغم ان انا ممكن ما استفدش منه دلوقتي، عايز تجيب الايد الاولى في كل حاجه، لكن ده موجود في الاجنده بتاعتي. ايوه. ولذلك بمجرد ما نزلت القاهره ما كانش الموضوع ده غريب عليا. حلو. ما كانش بعيد، لا ده انا دارس المنطقه كويس جدا بفضل الله عز وجل يعني. حلو. طبعا كل الموضوع من اوله لاخره هو توفيق من الله عز وجل اولا. احنا بنقول والباقي ده كل ده اخذ بالاسباب. مظبوط. اكيد طبعا. لكن التوفيق كان موجود معايا ولله الحمد من اول الطريق، ولعلها نيه صالحه يعني، اسال الله انه يتقبل. يا رب امين. بس حلو. طيب مرحله الوادي الجديد انتهت بان انت خلاص عندك محلين هناك والدنيا تمام شغاله، بس انت شايف ان انا طموحي اكبر من كده، زي ما بيقولوا حرقت المراكب وجيت على القاهره. وعندك محلين وتعمل كده موجودين هناك خلاص، هو السيستم شغال، القائمين على المحلات موجودين، انا بتابع، معايا محاسب بيتابع الكلام ده. حلو. خلاص انا هنطلق على القاهره. كانت معايا عربيه كده بعتها وعملت جمعيه وجيت، وقفت في نص العتبه وقلت يا انا يا انتوا يا اولاد الذين. الله المستعان. وبعدين البدايه كانت عامله ازاي هنا في القاهره؟ طبعا سوق مختلف، منافسه مختلفه جدا، طريقه الشغل مختلفه. طبعا. عملت ايه؟ بدات هو ازاي؟ البدايه كانت في الوادي، انه انا تعرفت على ورشه بتصنع نقاب وانا في الوادي. جميل. كنت انزل السوق بتاع الازهر، اجيب التوب واطلعه من اللفه بتاعته واحطه في كيس واشيله واروح اوديه الورشه، وبدات اصنع النقاب وانا في الوادي لحد ما خلاص الموضوع كده تصنيع عند الغير يعني، عند الغير لحسابك بس. بالظبط. لما جيت القاهره هنا كان ليا صديق وهو محمد صبري اللي هو صاحب براند المجد. ما شاء الله. محمد كان صديقي اصلا. حلو. يعني من قبل ما يعني اشتغل. حلو قوي. فقلت له محمد انا خلاص انا هسيب الوادي واجي القاهره. قال لي تعالى اتكلمنا، قال لي طيب سيبك من موضوع التصنيع ده، احنا هنبقى شركاء. حلو. وبالفعل بدأنا. هو كان مختص بالتصنيع وانا كنت تسويق. انت عارف البياع سهل جدا يفتح براند جدا. ليه بقى؟ لان هو اصلا هو مباشر مع العميل. وانا دايما بقول مش بس كده، هو اكتر واحد بيعرف يبيع الفكره. بالظبط. الفكره كلها يعرف يبيعها لشريك، يعرف يبيع المنتج، يعرف يبيعها للموظف. شوف انا كنت بقول للشباب اللي شغالين عندي في المحل، كنت بقول لهم انا مش جايبك هنا عشان تبيع لي الحته الحلوه، الحته الحلوه بتبيع نفسها. صح. انت جاي هنا عشان تبيع الحته اللي انا ممكن ما اكونش وفقت فيها. صح. فتقف وتحاول هنا تثبت للعميل ان الحته دي مش بس شكل. ايوه صح كده. بالظبط. حلوه قوي دي فعلا. هو كده صح. فطبعا جيت اشتغلت وفضلنا تقريبا سنتين ونص لحد ما جت كورونا. يعني خلاص احنا اخترنا انه ايه، كل واحد ليه فكره معين وبطريقه معينه، فخلاص واحنا ما زلنا احباب طبعا واخوه، وده ما يعيبش. الحمد لله رب العالمين. طبعا ربنا يديم الود والمعروف يا رب امين. بدات اقيم بقى بعد جميل. كورونا. حلو. نزولي للعتبه كان امر شاق جدا لو وقفت في الطابور. يعني جميل. انا لو كنت وقفت في الطابور مع الحيتان اللي موجوده في السوق سنين طويله من العمل، المنافسه صعبه، قاعده عملاء كبيره جدا، راس مال كبير. صح.
وممكن يكون هو تمليك، انا راجل لسه جاي اجر. صح. صح. فطبعا انا زي ما انت تعرف حته المحيط الاحمر والمحيط الازرق. صح. صح. المحيط الاحمر ده هو عباره عن كميه قروش كبيره جدا، بمجرد بس ما تنزل ضفرك هيتاكل. صح. مش هتقدر. مزبوط. لا راس مالك ولا طاقتك، المنافسه صعبه فيه ولا اي شيء. فانا قلت لا، انا اروح اسبح في منطقه خاصه بي. حلو. فانا كنت الفكره انه انا عايز اطلع عن التقليدي، ما بقاش زي اللي موجود في السوق، اعمل حته جديده ما حصلتش قبل كده. جميل. بس هو نفس المجال كله يعني، هو ملابس الزي محجبات. الشرعي. انت لسه في لسه في المكان هو بتاعك. خلاص هو حياتي دلوقتي بقت الزي الشرعي. ايوه. فانا دلوقتي تخيل انه الفتره بتاعت كورونا احنا تقريبا قعدنا سنه يعني في الحدود دي. انا كنت قاعدهم في البيت. م. وما كنتش تقريبا لا ادفع الايجار لانه كله وقف. الدنيا كلها كانت وقفت فعلا. انا في عز الوقفه كنت شغال اونلاين ساعتها؟ لا ما كانش فيه اصلا. الفتره دي انا قعدت بقى اتعلم ازاي تسويق، اتعلم ازاي اداره، اشوف موديلات. جميل. اشوف اسافر يعني. التليفون قوي اللي معايا ده انا كنت كل يوم في بلد. ما شاء الله. ما كانش هي الصلاه ترجع. انا بالنهار اسمع كورس مثلا لحد معين مثلا، ايا كان. حلو. وبالليل بعد العشاء ده انا بدور على موديلات. جميل. فكنت بسبح بقى بتشوف الجديد في موديلات المحجبات بالزبط. في العالم كله، صح كده؟ بالظبط. يعني خلاص خرجت من السوق المصري بتدور بره نهائي. ما هو اللي حصل بقى اللي خلاني فجأة بسرعة كده قيم ظهر، لانه قيم اول حاجة ما بيقلدش. انا ما بقلدش. انت عملت تغذية بصرية لنفسك بالظبط من بره. بالظبط. فلما بدأت تبتكر كنت في حتة تانية بالظبط، مش شبه حد هنا. هو في البداية كان الامر غريب شوية. الامر ما كانش مستصاغ قوي. يعني ايه؟ ازاي؟ السوق ما كانش متعود على انه مثلا تلبس، يعني هو كانوا عباية وعليها طقم ماليزي. جميل. ما كانش في حاجه اسمها الخمار الفرنسي ده. حلو. اللي اتشهر ده حلو. فضل الله عز وجل، هو كان اول حد يعمله كنت انا. جميل. بس انا ما سميتوش خمار فرنسي، انا سميته خمار قيم مثلا مثلث. خمار قيم اختلف الاسم بس فقط. حلو. لكن هو اول حد يعمل الخمار هو كنت انا بفضل الله عز وجل. الملحفه الكتف كنت اول حد برضو يعملها انا. بس هو استقبال السوق ليها كان محتاج شويه زي ما بيقولوا فكره جديده لسه طالعه. لسه تسويق واخده وقتها. فالتسويق كان صعب. انا كان بالنسبه لي التسويق كان صعب. هي كانت الحته بتتحط في المكاتب. لما يجي العميل نصور بطريقه كويسه. المكاتب بس نوضح للناس يعني ايه مكاتب عشان الناس برضو. مكاتب الجمله، تجار الجمله. مكاتب الجمله انا دي كنت طبعا بدات المصنع. انت كده يد اولى اللي هي المصنع بالزبط. ثم بعد كده المكاتب دي. كلمه مكاتب دي يعني هو تاجر الجمله. تجار الجمله اللي موجودين في العتبه. تمام. حلو. كنت بوزع الاول لتجار الجمله. حلو. لما بدأ الجو يتحرك واحدة واحدة بدأت المنتجات تطلب. فأنا بدأت بقى أتجرأ أكتر إن أنا أجيب باللي مش موجود. حلو. فروحت سايب النقاب اللي أنا كنت أصلا جاي علشانه كتصاميم، صح؟ بالظبط. حلو. يعني أنا أصلا جاي القاهرة عشان النقاب. فلقيت إنه النقاب لا، في ناس كتيرة جدا شغالة في النقاب. المنافسة فيه جامدة جدا. فعلا مظبوط. لا انا وبراندات قديمه وناس تقيله فيه جدا ومعروفه وناس مرضيه وناس كمان متعلقه بيها. فلسه هتاخد بقى مساحتك بالزبط. عشان تسحب العميل للحته بتاعتك في الموضوع. بفضل الله عز وجل انا ليا 4 سنين دلوقتي في قيم. انا عندي موديلات بادئ بيها وما زالت الى الان شغاله بنفس القوه. ما شاء الله. بفضل الله عز وجل. ما شاء الله. طيب يعني لو قلنا مثلا قيم، سر التميز بتاعه ايه؟ سر تميز قيم حجاب، هل الموديلات المختلفه انك بتبيع حاجه مش موجوده في السوق؟ وهل دلوقتي التصاميم المختلفة دي بقت يعني الناس متقبلينها والدنيا متقبلة بالنسبة للناس، ولا لسه برضو عندك نفس المجهود ده في البيع؟ بص، هو التصاميم اللي انت قلت لي عليها ان هي مثلا غريبة ومختلفة شوية. تمام. هو السوق دلوقتي كله بيعملها. حلو. هي زي ما بيقولوا منتجات بتصنع في المصانع، لكن البراند بيصنع في الأذهان. حلو. فهو العميل اللي خلى قيم العميل مرتبط بقيم، انه هو قيم دلوقتي هو اصبح المثال للعفة واخد بالك من المبادئ دي. جميل. ما شاء الله. فهو انا بدأتها كده، انا ما بدأتهاش بفلوس. حلو. بدأتها لا، انا مش عايز ابقى مختلف عن الاخرين علشان ابقى مميز او ابقى اشهر واحد او افضل واحد. لا، انا عملت كده علشان اكمل، لانه انا لو ما كملتش صح خلاص يبقى فكرتي هتموت. فانا كملت مع النية الصالحة.
فضل الله عز وجل. الهدف مش ربح بس، لا بالظبط. أنا في الاخر هو في بص، ربح وفي قيمه. المنافس هيقلد الحته، هيقلدها، هيعرف، وممكن يعرف يعملها احسن منك كمان صح على فكره، لكن مش هيعرف يقلد دي البراند. مأساة بتقابل كل الناس اللي شغاله في المجال ده، ما اعرفش ليه، يعني بحس الناس كلها عندها نفس المشكله. بس هو مش هيعرف يقلد. ايه سبب الموضوع ده؟ يعني ليه كده؟ تقليد. ما عندوش وقت، ما عندوش وقت يفكر. هو واحد انه لو هو بذل مجهود او مثلا وظف حد مسؤول عن التصاميم الجديده او كده، ممكن يبتكر حاجه جديده ياكل بيها السوق. هقول لك على حاجه. الغريب عندنا في الزي الشرعي ان احنا ما عندناش حاجه اسمها باترونست. معقوله؟ والله يعني لو جبت اشهر باترونست في مصر وقلت له خد اعمل الموديل ده، يقول لك ايه ده؟ ايه السبب؟ ايه الخيمه دي؟ ما هو ايه السبب؟ ما فيش مقاسات. هو اصل الباترونست دي قوانين ومقاسات كتف ووسط وطول، فده مش منطبق على الزي الشرعي ده، فعامل فانت عايز صعب. تعمل حاجه من هنا لهنا وتعمل لها شكل كويس، يقول لك ايه ده؟ يعني انا لما رحت اعمل الورق بتاعي عند باترونست بعد ما خلصته اصلا بايدي، اوريدي مصمم واوريدي مخلص يقول لي ايه ده؟ لا تعالى لي. يعني كنت ابعت له الحاجه مع حد واقول له اعمل ده، يقول لي لا انا مش فاهم حاجه، تعالى لي. حتى الباترونست اللي موجوده عندي في المصنع وهو بيعمل ورق لازم انا اكون جنبه. هو ده التميز، انه الحته تتعمل بايدك، يعني الشغف يدخل مع الموديل. انت حابب الموضوع، انت يعني قولا واحدا انا مش شغال عشان تكسب فلوس وخلاص. هو انا مش شغال. هم حتى دايما بيسالوني تشتغل كام ساعه، اقول لهم انا مش شغال. ده مش شغل بالنسبه لي، بالظبط، دي متعه. انا بصحى الصبح بروح يعني وانا ماشي كده احس ان انا في حته من قلبي سبتها ومروح. ما شاء الله. ولذلك سبحان الله، يعني انا ممكن اقعد مثلا يومين عايز اعمل موديل، وطبعا الموظف اللي عندي او الباترونست مشي، بس انا مش قادر انام الا لما اعمل موديل. تقعد تفكر. لا استاذنكم بعد اذنكم، انا رايح المصنع خلاص كده، خلاص ادخل المعمل، اروح المكان اللي تقفل على نفسك. انا لحد الصبح لحد ما اطلع الورق. هو صحيح انا هيبقى عندي اخطاء طبعا لان انا مش باترونست، وارد، لكن انا بحط الجايد لاينز، الخطوط العريضه بتاعتك، تمشي كده، تروح كده، تيجي كده. تعالى الصبح انا اديت لك الاساسيات، تعالى اشتغل على كده. بفضل الله عز وجل كل الموديلات اللي موجوده ما شاء الله كانت تحت ايدي انا، البصمه بتاعتك. فهو ده اللي بيخلي اصحاب المصانع او اصحاب المكاتب جمله، هو بياخد الفكره لانه هو ما عندوش الوقت انه يعمل ده كله. طب ده ما بيأثرش عليك؟ يعني ده ما بيأثرش على المبيعات، ما بيأثرش على البراندنج بتاعك؟ النيه هنا تخليك لا تلتفت لاي شيء. بمعنى وضح لنا كده. شوف كثره الالتفات كما يقولون، يعني كثره الالتفات تطيل السفر. انت اعمل زي الحصان اللي بيجري في التراك، هو مخبي ما بين عينيه، هو عايز، هو رايح للهدف بس خلاص. هو لو بص للحصان اللي جنبه اللي بيجري جنبه راح فين ولا وصل ولا ما وصلش، مش هيوصل. فعشان كده هم بيخبوا عينيه علشان يوصل للهدف. النية، انا راجل بشتغل زي شرعي، لما اروح اعمل موديل شرعي انا اولا طالب النية وطالب الاجر، ان لو عملت 1000 حتة هيبقوا في ميزان حسناتي طبعا. بعد الربح طبعا، لان الرزق صح مقسوم، وهم ابعد عن رزقي بعد المشرق والمغرب. صح صدقت. يعني قال يعني لو هرب ابن ادم من الرزق كما يهرب من الموت لادركه الرزق كما يدركه الموت. صح. طيب لما المنافس بتاعك يجي يعمل 2000 حته والدال على شيء كفاعل، فده اللي بيبرد قلبي انه خلاص انا اتحط في ميزان حسناتي 3000 10000 20000 قطعه، فده بينطبق وبيجي على شغلي بالبركه، ما بيأثرش على المبيعات عندك خالص. والله الموديل بيبقى شغال عادي بمجرد ما بتضرب بطرقه معاك انت، معايا انا، سبحان الله. لانه هو من الناحيه العمليه هو اللي بيجي يضرب الموديل، هو بيجي تحتك وبيرفعك. بمعنى وضح لنا كده اولا كويس عشان الناس تفهم برضو الحته دي. كقيم حلو، الحمد لله انا كبراند معروف الحمد لله، بالذات للملتزمات. جميل. يعني احنا عندنا بنلتزم بالضوابط الشرعيه. السيجمنت بتاعتك، الشريحه المستهدفه بتاعتك كلهم عارفينك بالظبط، فبمجرد ما بنزل بالحته هم اصلا موجودين، فمنتظرين الموديل الجديد بتاعك. حصل انه في اخت من الاخوات المشهوره جدا على السوشيال ميديا عملت الموديل، هي شافته بره وهي ما تعرفش ان اللي بره ده خده مني وعملته،
انا حتى لما شفته انزعجت، ازاي؟ طب انت يعني المفروض. قالت انا ما اعرفكش اصلا، انا جبت الموديل ده من بره. قلت لها الناس اللي انت جبت منهم دول بياخدوا مني انا. اه الموضوع ده سبحان الله، المبيعات بتاعتي الناس خدت صورها هي وبتاخد منك شغل وبتاخد مني انا. يعني هم الناس يعني الناس اللي بره مم. بياخدوا صورها الناجحه عني. مم. يعني هي على طول هي بتصور احسن في بقى الميديا مثلا، اشطر في الميديا واشطر في ومنتشره. اه طب هي مسميه الملحفه مثلا باسم تاني، بس مثلا. الله انه يبارك لها ويرزقها امين ويزيد. امين. فبمجرد ايه ده، دي ملحفه قيم، فالناس بقت تيجي تشتريها منك انت. فالناس تيجي تشتريها مني سبحان انا. الله. فانا لدرجه انه وقفت موديلات كتيره جدا بسبب الملحفه. سبحان الله. طب ايه اللي حاصل لكن في فين؟ الظاهر ان المنتج اتضرب وان المبيعات بتاعته هتنزل وان الدنيا ما هتقع. فيش. سبحان الله. الموضوع عكسيا تماما معاك. اللي انا شفته، انا م. كان عندي موديل، طبعا مش كل الموديلات بتبقى ناجحه يعني. ايوه انت طبعا. بتنزل، لا ده طبيعي، بس انت ممكن في مجال تبقى الملابس كله تقول مثلا انا الموديل ده هينزل يكسر بتراهن الدنيا، عليه وما صح. ولا اي حاجه، صح. ولا كانه موجود. بيحصل. وفي موديل تعمله تقول لي يا ربي، يا رب اخلص الكميه، مفيش اسبوع وتلاقيه مطلوب تاني وتالت ورب. سبحان الله. لكن انت بتاخد بالاسباب. اللي بيخليك انت تنجح بعد ما الموديل بيتضرب انك انت بتشتغل الموديل بجوده. يعني انت ما بتشتغلش وخلاص، مش عايز تطلع كميه وخلاص. فبتدرس الحته بتطلع من كام، والسعر، السعر مهم جدا. صح. يعني مش بس علشان انت مشهور فالناس هتشتري منك، لا، ما هو الموديل ده. هل بقى بما انك عامل براندنج ففي التسعير بتاخد راحتك؟ يعني بتحط ربح؟ يعني برضو حته التسعير دي بيبقى فيها لغط كتير وناس كتير ما بتبقاش فاهماها، بالاخص في مجال بتاعنا دوت. فهل انت مثلا بتبقى عامل لنفسك مثلا هامش ربح معين، او انا عشان براند فببقى حاطط لنفسي انا هامش ربح اكتر من باقي الناس؟ بتمشي ازاي في العتبه ما تعرفش تعمل الكلام ده، سوق الجمله يعني؟ بالظبط. اه انت ما زلت. حتى انا لما انا عندي وكلاء بره مصر، بره مصر، وانا بسعر، وانا قاعد بسعر، شايف حبايبنا دول قدامي، شايف المنافسين قدامي. يعني انت باصص للمنافس في التسعير بتاعك؟ طبعا. ما هو انا لو لوحدي، يعني انا لو بعمل موديل مثلا، انا لو بعمل بدله مثلا، بدله فخمه والخامه بتاعتها مش موجوده، هاخد راحتي جدا. صح. عشان تروح تجيبها من بره وتيجي هتصرف. فانا عارف لكن لا، القماش معروف مكانه فين، والموديل اللي بعد 3-4 ايام بيتاخد من عندك وبيتعمل. ممكن تكون الخامه بتاعته افضل كمان، وممكن يعملوا اسرع منك. فانت لازم تحط ده في الاعتبار. فانت بتحط المعقول اللي يراضيك وما يزعلش العميل بتاعك. حلو. المنافسه. طب لو حد ضرب السعر بتاعك وضرب المنتج، ما بتمشيش وراه؟ لا ما بتنجرفش وراه خالص. طب ده ما ياثرش عليك؟ لا خالص. خلي بالك انت لو تاثرت بالموضوع ده والموضوع ده اثر عليك، انت الخسران. ليه؟ لانه هو اصلا ما اللي بيضرب السعر ما بيعرفش يضرب. انا بحط السعر المناسب اللي يناسب العميل وما يأذنيش. لما هو يحب ينزل، لما يحب ينزل لازم ياخد من المتراج. لازم المتراج ده اللي هو إيه المقاس، مقاس الموديل ده المفروض مثلا طالع من 6 متر. حلو. فهو يعمل ايه؟ فيقصر كتف الخمار شويه، الخمار بدل ما يجي مدور يجي بمثلث، عشان لما يجي على الباترون بتاعه يجي يعشق، ياخد متراج اقل. يعني خلينا نوضحها للناس بس عشان اللي مش فاهم الحته دي. يعني من الاخر بيستخدم قماش اقل. المتراج دي اللي هو كميه القماش المستخدمه في المنتج، صح كده؟ بالظبط. حلو. كمية فهو أقل. بيعملها عشان يضرب السعر بتاعك، فبيعمل ايه؟ بيقلل القماش ده. بيقلل القماش. حلو. يقلل القماش ويقلل الجوده. يعني انت المفروض ان يبقى عندك جوده بعد المكن، بعد مرحله الخياطه، وجوده قبل المكوى. ممكن ما يكونش فيه جوده، فدي رواتب بتاعت ناس. هو لما بيقلل كل ده المنتج بيطلع معاه رخيص. حلو. فلما بينزله السوق يقدر يلعب فيه زي ما هو عايز. بس بيبقى باين برضو ان المنتج بتاعك مختلف جدا اكتر ومخدوم مختلف اكتر جدا. وسبحان الله، اي موديل احنا بنعمله في ناس كتيره جدا بتعمله زينا بالظبط، غير اللي بينزل من سعره. بمجرد ما الموديل بيطلب اكتر اقول لهم هو اتضرب على طول. اول ما اشتغل بقوه او هو اتضرب، خلاص عرفت ان هو ليه بقى هو بيعمل لي تسويق ودعايه. بس اول مره حد يتناول الموضوع من الجانب ده. يعني دايما كله بيبص لحته انه المنتج بتاعي اتاخد واتعمل ودي مشكله والدنيا ده يزعل جدا على فكره. لانه مجهود
مجهود وتكلفه ووقت. مم. لكن انت لو قعدت تاخد ده على اعصاب، مش هتكمل. انا في الاول كان الموضوع ده بالنسبه لي قاتل، متعب، لان انا حاسس ان الناس بياخدوا مني ضنايا، تعبي وشقايا ومجهودي وازاي وليه، وهو ولا ملتفت اصلا. ايوه، هو ولا همه اللي انت فيه ده، ولو قعدت تبكي سنين مش هيعبرك ومش هيرحمك. فالحل ان انت الحل ان انت زي ما بقول تشتغل. لك انت لا تلتفت، صح، كمل في طريقك وخلاص، انطلق. والتجديد يعني دايما، شوف انت الاول دايما سباق، يعني زي ما بيقولوا الرباني لا يرضى بالصف السامي، هو ده طبعا ينطبق على الصلاة. لكن انت دايما بمجرد ما المنافس يعمل الموديل بتاعك مباشرة انت تكون مجهز غيره. وجودك دايما في المقدمة على المقدمة، طول. وجودك دايما في المقدمة بيخلي اولا بيخلي فيه ولاء. وزي ما بقول لك، ليه البراند ما بيتضربش؟ يعني المنتج يتضرب لكن البراند لا، لان البراند بيخلق ولاء من العميل. صح. انا عندي عميل من غينيا، انا كنت عملت، عايزين نتكلم عن الموضوع ده برضو بالتفصيل شويه، حته التصدير لبره وازاي بدات الموضوع ده، والموضوع ده سهل ولا صعب؟ لانه في ناس كتير برضو عندها شغف بالحته دي. تمام. فعايزين برضو يعني نهايلايت الموضوع ده برضو. العميل ده كان عندي خمار، اللي هو الخمار ال5 طبقات، انا مسميه خمار حسناء. الخمار ده انا اول حد برضو يعمله. تمام. ده جاي من اوروبا وخلاص انا نفذته، لكن مراحل التصنيع بتاعته صعبة جدا، فبياخد وقت. انا عندي موديل واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، فالموديل ده لما يدخل ترند وسعوا لي بقى، عايزك توقف كل الشغل اللي في المصنع علشان تشتغل الموديل ده، فخد وقت. ولما نزل ما خدش وقت في المكتب، اتباع. فعايزين نعمله تاني. طيب نجيب القماش، طب نقص، طب نصنع، طب نكوي، طب. فالسوق انتبه للموضوع والكل ضرب، دخل على طول. طيب العميل يقول لي اخد اولا الاخ اللي ضربك جايب تشكيل كبير جدا، يعني كنت عامل مثلا 6-7 الوان، هو عامل 22 لون، بيتكلم في حته تانية خالص، ونفس المال مختلف، فطبعا بيخش دخله تانية خالص، ونفس الخامه، وكمان قال لي انه كمان افضل منك ككواليتي. قال لي الخامه اعلى. طيب وبعدين قال لي العميل بيقول لي لا انا عايز كويس، بس البراندنج هو ده اللي ما ينفعش يتضرب، بس كده خلصت. فهو ده اللي بيخليك ثابت. صح. وانت شخصيا لازم انت نفسك تعامل نفسك على انك براند. صح. انت لازم تعمل نفسك شخصيا انا براند، وتشتغل على نفسك. صح. زي ما وتسوق لنفسك. صح. وتذاكر وتجتهد، لانه ده اللي هيفضل، ده رأس مالك اصلا. حتى وقت ما يبقاش فيه فلوس انا موجود. صح. هتلاقي المورد اهلا وسهلا، هتلاقي العميل اهلا وسهلا، العمال لما تقول انا عايز عمال، ده احمد بسطويسي. وهو ده بقى البيرسونال براندنج اللي الناس كلها بتتكلم عنه دلوقتي، هو ده اللي انت بالزبط. عامل لنفسك هويه وبراند شخصي ليك ناجح، ليه قيم وليه فنيات، فطبعا ده بيشيلك في الوقت اللي انت بتبقى محتاجه فيه. تمام. حلو. طيب عايزين ناخد كده نبذه مختصره عن الموضوع التصدير، لانه الحته دي ناس كتير عندها شغف بيها دلوقتي، بما ان في تعويم واحنا هنا التشغيل عندنا بقى اقل من الدول المجاوره، والسوق الافريقي انفتح علينا شويه. فايه رايك في الموضوع وانت دخلته ازاي، وشايف ان هو مفيد للصناعه المصريه بشكل عامل ازاي؟ عايز اقول لك في فرق بين الزي الشرعي وملابس المحجبات. طب ممكن نعرف الفرق؟ ملابس المحجبات يعني اوسع شويه، اوسع من دائره الزي الشرعي. الفئه المستهدفه بتاعتها يعني، ولا المنتجات؟ ملابس المحجبات بتبقى عبايه، ممكن حلو. تكون مزخرفه مثلا، داخل فيها كام لون، الطرحه بتبقى مشجره مثلا. لكن الزي الشرعي بيكون اضيق. حلو. انت تقيم زي شرعي قوي اللي هو مفيش فيه عبايات، مفيش فيه حاجات سهره او مش عارف ايه خالص، يعني هو مش محجبات. حلو تمام. فهو ده ما كانش مطلوب قوي في القاهره، في مصر. يعني هو موجود لكن بكميه قليله، مش عليه طلب قوي. بالظبط. الكلام ده الناس بره بتعشقه. يعني اوروبا، في مره معقوله اوروبا؟ طبعا، هو اصلا كل الموديلات القيمه دي هي جايه لنا من اوروبا. هناك انت تعرف، في مره كنت عامل طقم فرنسي فيه سوسته هنا، جميل. والسوسته فيها التفاحه بتاعت ابل. الاخت قالت لي اتق الله دي زينه. بالنسبه لهم دي فطبعا هم لما انا بدات اعمل كده بدات اوصل ملتزمين بالضوابط
جدا. لما انا اشتغلت على الحتة دي ظهرت بسرعة، لانه مفيش حد في السوق. انا عايز اقول لك بقى ان في ناس بتقول انا لو عملت الموضوع مظبوط شرعا قوي ودققت فيه قوي مش هشتغل. مفيش يقين. يعني هو اليقين ده بقى يعني ايه، بيبقى مخرج لناس كتيره جدا. يقول لك انا هعمل ايه، ما انا مش هبيع لو التزمت ب 100%. لو التزمت 100% بالحته دي مش هبيع. شوف انت لما تدخل بيزنس ويبقى معاك مثلا ابن عمك مثلا في الكويت وبيقول لك ابدأ ومالكش دعوة، ولو عايز توصل ل 100 مليون هتدخل بقلب جامد في اي مشروع. صح. تخيل بقى لما انت بتبدأ ومعاك رب العالمين وبيقول لك ابدأ معاك البركة. صدقت. صح. النجاح والاختراق للسوق بسرعة البرق فضل الله عز وجل. ده كان بسبب الحتة دي، النية، وانك انت بتلتزم على قدر المستطاع بالزي الشرعي. حلو. ده خلى عندك انفراد بانه كل الناس المتدينين تجري عليك. حلو. ومش بس تجري عليك، ده يبقى فيه ولاء قوي منهم ليك. احنا اول ما بدأنا بره في اوروبا. معقولة؟ والله انا اول ما بدأت ابعد ما يكون عن الزي الشرعي، يعني الواحد متخيل كده مثلا. انت تعرف الطقم الفرنسي المشهور في عندنا مثلا. هو اول حد عمله الاخوة المسلمين في فرنسا. معقولة؟ والله يعني كان الاول الملحفة الرأس السعودي. فهم الملحفة كانت متعبة شوية في لو معاها شنطة او اي شيء، فهم راحوا عاملين الملحفة دي قطعتين، كاب لحد الركبة ومعاه جيبة. حلو. سهولة الحركة. جميل. وعندهم في اوروبا النقاب ممنوع. فهم بدل ما يلبسوا نقاب فيروحوا رافعين الحته اللي الجزء تحت بتاع الطرحه ده على الوش. واتشهر فبقى حل كويس جدا. وطبعا مع الوقت جه عندنا العالم العربي هنا وبدا يتشهر ويشتغل. يعني انت اصلا المنتجات بتاعتك بتروح اوروبا؟ انا عندي في بلجيكا ما شاء الله. عندي في هولندا ما شاء الله. عندي في فرنسا. جميل جدا ما شاء الله. وفي ايطاليا. ده في اوروبا. عندنا اخت في امريكا تاخد مننا شغل. العالم العربي طبعا غزة، ربنا يا ربي يعني يفرج عن أهلها. يا رب امين يا رب. عندي أكتر من عميل في غزة. جميل. عندي في الأردن، كل الدول العربية، بس الأقوى والأشد هي ليبيا. أنا عندي فيها وكيل. وفي الجزائر. وبعد كده بقى أفريقيا بقى غينيا وغانا والنيجر ونيجيريا. معقولة الدول دي فيها طلب وفيها بوتنشال وفرص؟ هم دول أفضل حد بيلبس زي شرع هم الناس دي. معقول؟ سبحان الله. ما شاء الله. ويعني بكميات. طب رأيك ايه في التجربة بتاعت التصدير دي؟ يعني رأيك التجربة دي هل تجربة ناجحة؟ جدا. هل انت يعني ترشح التجربة دي للناس؟ طبعا هو التصدير اصلا مفيش فيه صعوبة في التعامل. اولا انت ممكن تكون بتستلم الفلوس اللي انت بتشتغل بيها قبل ما تشتغل اصلا. جميل جدا. وبعدين مفيش حتة انه بس ده طبعا بيجي بعد الثقة، يعني بتهيألي محدش هيقدر يعني يعمل حاجة زي كده. الجميع يعاني يا صديقي. صح. انت السوق ده زي الجيم بالظبط. اوعى تتخيل ان اللي قاعد قدامك ده ما دقش المرار. انا جات لي لحظات من الاكتئاب واليأس اللي تخليك تقفل في اي لحظة. لازم توصل للمرحلة دي. الناس بتشوف الصورة الجميلة، النهاية يشوفك وانت مبتسم اللامعة، وان انت انا بصدر، انا بعمل، انا قيم حجاب، انا كده. ومهما تكبر برضو انت بتعاني. يعني انا بقول لك البيزنس ده زي الجيم. انت بتدخل، اول ما بتدخل الجيم بتشيل وزن على قدك 100 كيلو 10 كيلو مثلا، بتعاني فيه. صح. خلاص العضلات بتاعتك اتعودت على تلاقي الكابتن على طول ساحب البتاع وراح موصل لك لل50. صح. هتبدأ تعاني. هو العناء في الابتداء ما فيش كلام. فهو انت طول ما انت ماشي في المشوار هتتعلم وتخطئ وتكمل. اهم حاجة الاستمرار. ايه التحديات اللي قابلتك ويعني كانت ممكن تخليك ما تكملش من وجهة نظرك؟ انا شايف ان عندك شغف طبعا قوي جدا، وان ده كان هيبقى قرار صعب جدا انت تاخده، يعني انك توقف. هو اولا البيزنس الشغف لوحده مش كفايه، كان لازم تتعلم. وانك انت تنزل السوق وتتعلم في السوق ده، انت نازل تتضرب، نازل تطحن. فكان لازم الصح عليا ان انا اتعلم كويس جدا قبل ما انزل السوق. يعني ده اللي انت شايف انك لو رجع بيك الزمن كنت تعمله طبعا.
انت هيوفر اتعلمت وقت جوه كتير جدا. السوق، مش قبل ما تنزله. طب الاتنين ما في مع ناس بعض. تقول لك طب ما انا عشان اقعد واقعد اقول بقى انا لسه هتعلم كده، ده يعني هيبطئ من قرار البدايه طب ما هو انت بتاعتي. مش هتوصل بسرعه برضه، هي نفس المسافه. يعني في لكن انت مدرسه تانية تقول لك انزل جرب بنفسك وتعلم. انت هتنزل. اه انت هتنزل. مم. لكن مع نزولك ده لازم تتعلم ازاي. اول حاجه تدير المؤسسه بتاعتك، المكان بتاعك اللي انت فاتح فيه عمال وحضور وانصراف وجوده وتشطيب ويمين وشمال، وانت بتبيع معاك عملاء ومعاك موردين. انت لازم ازاي تدير المؤسسه دي، تدير راس المال نفسه ازاي. الشغف لوحده مش هياكلك عيش على فكره. صح. لازم تتعلم. فانت في البدايه، انا بعد 6 شهور من فتحي للمصنع في قيم انا كنت هقفل. 6 اولا شهور بالورقه انت والقلم لسه بتبدا خالص. اولا انا ما كانش معايا فلوس، كانت راس المال ضعيف. رحت طبعا، انا كان اسمي معروف في السوق لان انا كنت زي ما قلت لك، انا كنت شغال في المجد. رحت للمورد، ازيك، اخبارك ايه، انا عايز، اتفضل. رحت اللي بتاع المكن، انا عايز مكن، اتفضل. طيب خلاص اشتغلت في فتره التصنيع، مين اللي يتحملها؟ ما هو راس مالك. مظبوط. فتره التصنيع دي اضطريت تدخل جمعيات، اضطريت تسدد للناس دفعات عشان تستمر، تدي الناس رواتب. فجأة كده بضاعتك في السوق وانت ما معكش فلوس. مستني لسه هتلم العائد مفيش. بتاع الفلوس اللي نزلت، مفيش. الشغل اللي نزل ده. مفيش. انتظر صح. علينا شوية. وانت اصلا مش جاي، انت مش جاي من الجنة اول ما حطيتك تدخل السوق الناس تشتريها. اصبر شوية، اصبر شوية، انا مش لاقي اكل. ده لسه في البداية بعد 6 شهور. ما هو الحاجات دي بقى بتغربل، يعني انا بحس ان ايه، دي بتغربل السوق، اللي هو اللي جاي بيهرج لسه ويتعرض لضغط زي ده هيرجع مباشرة. ان هو ما بيقدرش هو يجري على منطقة الراحة على طول. صح. هو افضل شيء يفيدك في البيزنس، اطلع من منطقة الراحة. انا بحس ان معظم الناس اللي بدأت البيزنس بتاعها الشخصي لازم بيتعرض كده لخبطات كده في الاول، لازم كده، اللي هي هتكمل ولا لا. تحس كده اللي فاهم اختبار. انت شوف، انا كنت في عز قعدتي في البيت وانا مش عارف، انت تحسبها بالورقه والقلم مش هينفع. مش هتكمل. في عز الازمه دي انا كنت بدور على موديلات جديده. يعني انا بكره مش عارف اسد اصلا الشيك اللي عليا، وبدور طب هعمل ايه. ما انا هكمل، يعني هكمل. اللي هو انا مش في دماغي اصلا حل تاني. مفيش، انت مش هترجع. انا دايما بقول للشباب اللي معايا، البيزنس اونر اللي بيعزف والمركب بتغرق، لا هو كده بيبقى قاعد خلاص، انا الدنيا هتبوظ، انا ما فيش، انا بحب بدور على حلول، هطور من الشغل بكره، والدنيا اصلا في الظاهر انها بكره هتقف، مش هتكمل. لكن هنا يعني التعلق بالله عز وجل، نعم بالله، وحسن النية. أنا كنت أقعد أقول يعني هي ليس لها من دون الله كشف. هي بالورقة والقلم في إدارة الأعمال بقى والحسابات والكلام ده بايظة، مش محلول. لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تتحل. تعدي بها كل حاجة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحل. صح. قيام الليل والاستغفار والبكاء والتضرع، كنت أقول ليس لها من دون الله كشف. شوف ربنا كان كأنه بيقول لك أنا هسيبك تخبط على كل الأبواب وفي الآخر هتجيلي، ومش هتلاقي الحل غير عندي. ونعم بالله. طب والله اتحلت وما اعرف اتحلت ازاي. سبحان الله. هو توفيق من الله عز وجل، بفضل الله. وانا كنت في عز الفترة دي الاقي تليفونات ارقام مفاتيح دول تانية. بدأ معاك يعني انت من اول 6 شهور بدأت تصدير. هو اصلا بمجرد ما الحتة نزلت السوق، هم العملاء بتوع العتبة عندنا، يعني قول مثلا 75% منهم العتبة سوق الجملة بتاع الزي الشرعي العالم كله. العتبة دي اكبر ثالث اكبر سوق جملة في العالم. معقولة؟ ايوه، احنا مصر مسمينها صين الشرق الاوسط. سوق كبير جدا وضخم، يعني يوزن مصر. انا بستشعر انه دايما تلاقي فيها تجمعات لكل مجال، يعني بالزبط. هتنزل تحت تسال اي حاجه هنا يقول لك النظارات هنا، اللبس هنا، كل فهو العالم كله، العالم العربي بالذات يعني او المسلمين الاجانب اللي بيدرسوا هنا ما عندهمش غير العتبه. حلو. هي اللعبه هنا. فلما المنتج بتاعك نزل العتبه بالزبط. الناس دي شافوه بالظبط، فبدا يتواصل معاك ناس من بره. بالظبط. حلو. سبحان الله، يسر الله عز وجل والامور مشيت بفضل الله. فجاه كده لقيت الارقام بتتتالى ورا بعضها. انا عايز الموديل الفلاني، عايز الموديل الفلاني. ما لقيتش حل غير ان انا انزل السوق بنفسي، يعني اشيل الوسيط بيني وبين العميل. ان انا كنت مصنع الجمله.
يبقى انا مني مش الخطوه دي. يعني في ناس بتقول لا، انت لو مصنع اكتفي بالتصنيع، ولو انت تاجر اكتفي بالتجاره وما تروحش للتصنيع. يعني النصايح دي دايما لو في بتشوفها في تقوى الله البيزنس عز دلوقتي. وجل، لو في تقوى الله عز ونعم وجل بالله. اقول لك امين. ازاي؟ انا كمصنع، العميل ده بتاع المكتب ده، تمام. هو جالي، انا عايز منك، انا شفت الموديل بتاعك ده عند فلان الفلاني، انا عايزه منك، تعال انا مثلا اتفضل. هو بينزل لي هنزل لك انا 50، وياخد العميل من المكتب. اه فيبدا المكتب يضرب الموديل بتاع المصنع. هو يعني انا بس بتكلم بيزنس وايز. يعني انت لما تيجي تعمل حاجتين في نفس الوقت، يعني تبقى مصنع وتاجر جمله وتاجر قطاعي، هل ده بيبقى صعب ولا عادي ينفع ان انا اخد السايكل كلها من الاول؟ ما هو انت ما تنساش ان انا اصلا بياع. حلو. يعني انت اصلا البدايه بتاعتك كان فيها بيع، انا عارف. انا بياع. حلو. انا عملت ازاي؟ انا شغال، اروح افتح مكتب، وبشوف حد مدير ناجح، تعالى دير لي المكتب. انت مش كل حاجه بتعملها بنفسك ولا لا، انت كان في البدايه طبعا. بتعين ناس؟ هو في البدايه بس لازم كل حاجه تعملها بنفسك، لكن بعد كده لان انت ما بتوظف عندكش ناس البديل. وبتديليجيت كل ما الشغل بيكتر وبيكبر، انت غصب عنك لازم بتنسحب، لانه لازم التخصص. وفي ناس تقول لك لا انا على راس يفشل مباشره. الشغل وما ايوه، ينفعش اسيبه، وانا ايوه، اللي انت لازم ابقى انت موجود، والناس على ما راس تعملش الشغل. حاجه وانا مش. مم. انا في البدايه كنت بقبض الناس بايدي، ما عنديش محاسب، كنت حلو. بنزل اعد الاتواب بنفسي. في ناس بقى لها 20 و25 سنه ولسه لحد النهارده بيقبض ناس بايده. يعني في ناس وهو النموذج ضخم، التقليدي يعني شغل بتاعه ضخم، ضخم، ويقول لك انا لازم ابقى موجود في ده كل حاجه. ده يأثر عمره اصلا. اه ده تلاقيه ماشي بالعلاج. صح. ازاي؟ انت مش بتنام ضغوط شديده. جدا. اه وبعدين انت مش هتعرف تبدع اصلا، انت مش فاضي تبدع، مش فاضي تدور على جديد. وانت لو تفرغت للحته اللي انت شاطر فيها. طب ما الناس تقول لك طب ما انا هعرف سر شغلي لناس تانية. سر ايه في ان انا اعين محاسب؟ حد يخش معايا يشوف تفاصيل الشغل، ارباحي، الشغل بتاعي، يبدا يطمع، يبدا يبقى عايز يعمل حاجه زي اللي انا بعملها. مش هتبقى مليونير ولا هتبقى ثري ابدا. صح. لان انت هتبقى انت كده بتحرس المال، مش المال اللي بيحرسك. انت هتفضل تعبان وشقيان طول عمرك. يبقى انت اللي شغال عند الناس على فكره، يعني انت اللي شغال عند العمال اللي عندك. انت لو غبت يوم مشروعك يتهد. صح. بس طيب عايزين بقى يعني ناخد نصايح لو حد عايز يبدا. طبعا يعني الحته اللي بتبقى شويه بتعمل حبه لغط كده، اللي هو البدايات اللي بتبقى قليله لمعظم البراندات. ناس كتيره بدات بارقام صغيره قوي. فالناس لما تيجي تسالنا دلوقتي طب انا عايز ابدا زيك، انا عايز يبقى عندي براند، فابدا بالرقم بتاعك ازاي؟ وهل الرقم ده بقى صالح للاستخدام النهارده ولا ما ينفعش؟ هو موضوع المبلغ الصغير ده، هو غالبا لازم تبدا صغير وبمبلغ صغير. لان انت لو بدات وانت اصلا ما تعرفش السوق، ما تعرفش خباياه، ما تعرفش العقبات اللي هتقابلك، ودخلت بشيله كبيره، الوقعه هتبقى كبيره. صح. فانت هتبدا صغير براس مال صغير. زي ما قلنا، انت هتبدا في مكان المنافسه مش شرسه فيه، وحاول تدخل السوق بحاجه هو محتاجها، ومش كتير يعني مش كتير من اللي حواليك واخد باله منها. فانت تحاول تلعب على دي. هنا الفلوس حتى لو كانت قليله، العامل النمو بتاعها هيكون ازيد. الفلوس مهمه جدا في اي مشروع، لكن مش هي العامل الاساسي في نجاح المشروع. بمعنى يعني كله بيقول لك لا، راس المال هو رقم واحد. يعني ماشي، ما انا ممكن انا عندي الفكره وعندي كل حاجه، بس راس المال مش موجود. لا، ما انا بقول لك إن لازم يكون في راس مال. لازم تكون في فلوس. لكن ما دام ما فيش فكره، وفكره جديده وفكره ناجحه، الفلوس مش هتعمل لك حاجه. زي ما الفكره لوحدها من غير فلوس ما تعملكش حاجه. صح. لكن بالفعل الفلوس كتير جدا الناس بدات وفشلت. لكن صاحب الفكره هيبدا ازاي اصلا من غير فلوس؟ لكن انا معايا مثلا 1,000,000 جنيه، مش 5000، بس انا ما عنديش فكره. بس هي مساله وقت، ومجرد ما الفلوس دي تخلص الموضوع انتهى، هترجع للصفر تاني. طب انت بتحس انه الافضل انه الشخص يبدا زي ما بيقولوا كده المجال اللي ما كنتش فيه صبي ما ينفعش تبقى فيه معلم؟ طبعا. ولا شايف انه ممكن واحد يخش ويبقى معلم مره واحده، او يعني يبدا الموضوع كبزنس اونر على طول؟ مفيش الكلام ده. هو السوق مش هيرحمك. بمعنى مفيش المجال يعني لازم دخوله يبقى. شوف، اقول لك على حاجه. لما تيجي تقول لي انا هشتغل في حاجه مفيش فيها منافسه، تعرف ان انت مش صح. مفيش حاجه لو ما فيهاش منافسه يبقى مش ناجحه.
في ناس قاعده مستنيه الفرصه الجميله اللي هو يبدا فيها المجال اللي هيبقى ما فيهوش منافسه ويبقى فيه بوتنشال لا، انت جامد تدخل في مجال فيه منافسة، لكن تعيد تدوير المسألة بطريقة مختلفة. يعني ازاي؟ انت دلوقتي راجل مثلا شغال في مستحضرات التجميل جميل مثلا، والناس كلها شغالة في كده، في محافظات، في القاهرة، في اي مكان. ما تروحش تجيب نفس الكميات ونفس المواضيع ونفس القصة. لا، الناس دي قوتها ايه في الشراء؟ غالي ولا رخيص؟ لا، رخيص. طيب انا اقدر اجيب منتج رخيص وجودته كويسة، هي دي الفكرة. لكن ما اروحش اجيب زي اللي حواليا ومجرد رفوف انت واحط عايز المنتج تقول يعني اتميز في نقطه معينه جوه جوه المنافسة. المجال ده، لكن ما اخشش بقى تقليدي زي الباقي فاتفرم. اللي بالظبط، معاه فلوس اكتر هو اللي كسب. بالظبط، احط لنفسي ميزه تنافسيه مختلفه عن في الباقيين، صح نفس كده؟ السوق التنافسي. ايوه لكن مظبوط. انت مثلا هتقول ان انا هدخل توك توك بيطير في مصر، مثلا. هو اصلا مش موجود، صح. والقاعدة المرور في مصر مش هتساعدك على كده. صح. حتى لو كان موجود بره، حلو. هتنزل وتشتري بمليارات، وفي الاخر ما حدش هيطير غيرك. عايز ده بقى بناء على دراسه السوق اللي انت عملتها، ما انت اكيد درست سوقك اللي انت نازل فيه والدنيا ماشيه ازاي وهعمل ايه انت لازم عشان تنزل السوق ما تجبرش السوق على المنتج اللي انت بتبيعه ده. انت بتجيب منتج اللي عايز السوق، اللي طالبه السوق، اللي محتاج له السوق. تظهر لما تلبي رغبة السوق. هو ده رأس مالك، ان انت تجيب حاجة السوق عايزها ومش لاقيها، هو محتاجها، طالبها، وطلبها من اللي موجودين قبل كده، والموجودين منشغلين بجمع الاموال. حلو. او ان انا شغال ومدام ماشيه، عايز تقول سيبها لي سيبها ادور على ماشيه. الاحتياج الحقيقي اللي فعلا بالظبط، في فرصه فيه بالظبط، واشتغل عليه. بالظبط. طيب انا النهارده حد يعني في ناس كتير عندها شغف انها تبدا براند خاص بيها، وخاصه البنات يعني نفسهم يبقى عندها براند خاص بيها، وفي مجال ملابس المحجبات والزي الشرعي طبعا. فنصايحك ليهم ايه؟ والبدايه تبقى عامله ازاي؟ يعني المعظم بيبقى عنده حيره في الاول، طب اعمل ايه؟ طب اصمم؟ طب اخد شغل ابيعه؟ طيب انا عايز اعمل براند وهويه، والهويه دي هتتكلف مني مجهود وفلوس وكل حاجه، وانا عايز ابدا برقم قليل زي ما انت قلت برضو انه الريسك عالي، فانا مش عايز ابدا بمبلغ كبير ويبقى الريسك عالي فيه. فنصايحك ايه للي عايز يبدا في المجال ويدخل ازاي؟ هو في طريقتين. حلو. الطريقه الاولى ان انت تشتغل عند حد الاول، يعني ما تبداش البيزنس الخاص بيك الا لما تتعلم السوق ده ماشي ازاي، وايه اللي بيتباع فيه، وايه اللي مطلوب، وايه اللي الكلام ده مش هتعرف يعني ترتب الاولويات بتاعتك فيه الا اذا اشتغلت فيه بايدك. طب هتشتغل بيه بايدك وانت ما معكش فلوس تنجح او تفشل؟ لا، انا اشتغل عند حد الاول، حلو. انزل السوق واشتغل. طيب لو ما فيش فرصة ان انا اشتغل عند حد، بالنسبة للبنات برضو الموضوع السوشيال ميديا بيبقى بقى، صعب شوية. السوشيال ميديا هو موديل واحد، هو مشهور ومعروف، انا بجيبه وبنفس الطريقة اللي ناجحة في السوق بقلدها. يعني انا مثلا في عندنا مثلا ترند مثلا الخمار الفرنسي، كله شغال فيه وكله بيبيعه. بيبيعوا ومقلدوا وعملوا خلاص انا هجيب الخمار الفرنسي ده. طب مش ده هيعرض شوية ان هم يعني هيخشوا في منافسة قوية شوية وحد لسه بيبدأ، ولا المنتج لو شغال فمفيش مشكلة؟ السوشيال ميديا اه. يعني زي ما بيقولوا ظهر من لا ظهر له. انت دلوقتي انت ما معكش رأس مال، وانت مجرد تمويل بسيط للمنشور، مم. للمحيط اللي انت موجود فيه. يعني قصدك يعتمد على التسويق اكتر من بالظبط. من المنتج. شوف انا يتأكد المنتج ليه رواج وموجود في السوق مطلوب اشتغل، واشتغل عليه. هات اكتر، مم. دوس، نوع. مم. ده البداية البسيطة اللي ممكن تبدأ بيها. ما تقولش افتح محل دلوقتي خالص. المعظم بيبقى عنده طموح اللي هو البراند وموديلات كتير وحاجات كتير وكل ده عايز يبدأ بيه في الأول، يعني فأنا يعني ببقى مستغرب يا جماعة، ال... الريسك عالي جدا. الاشياء العظيمة مم. لابد ان تستغرق وقت، والوقت ده لازم له حد يدفع الفاتورة اللي هو رأس المال. مم. فانت ما ينفعش دلوقتي تجري. ولو على الفاتورة فالمعظم مش عايز يدفعها. لا، كله بيبقى مستحيل. عايز يعني اديني الموضوع ازاي اعمله وانا في امان ومضمون ومفيش خسارة هو اللي قاعد قدامك ده ما عندوش مضمون اصلا، هو نفسه مش مضمون. اللي ما كانش يمشي على القواعد وعلى الضوابط
هو نفسه في لحظه ما تلاقيهوش. كلام مهم جدا 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 اللي انت طبعا كل يعني انت عندك نوكيا ما كانش موجود غيرها اصلا في السوق. صح. فين نوكيا؟ مش موجوده. شكرا. صح. ليه؟ من لم يتجدد يتبدد. صدق. لازم دايما انت موجود وتدور الدنيا عايزه ايه، الدنيا ايه اللي شغال فيها. في مجهود هيبذل، في وقت هيضيع، في كل ده ابذل ده من مجهودك الشخصي مش من فلوسك. ولما تحب ابدأ بأقل تكلفة. ما تفردش صدرك، لانه يعني مش حد عايز يبدأ فيعمل بقى 10 موديلات عشان يبقى فيه تنوع. لا طبعا. ويعمل ويخش وبتاع. لا طبعا، لان انت برضو انت داخل على سوق، السوق مهما كان مكشوف بالنسبة لك ما تعرفش الموديل اللي جاي ده مناسب ولا لا، لانه ممكن يكون اتعمل قبل كده بشكل تاني. صح. خلاص الناس تقبلت ده ومش هتتقبل ده. لازم تجس نبض السوق. لو انت مثلا ابدأ في اللي شغال. دايما الكوبي في بداية المشاريع كويس. انك انت تقلد حد ناجح، وبعد ما يبقى عندك ثبات انفعالي وثبات في السوق، هتبدأ انت بعد كده بقى ايه، وانت ماشي بتقلد او ماشي زي السوق، تبدأ لو انت شغال مثلا ب10% هتاخد منهم 9 تقليد و1% تجرب حاجة جديدة، البصمة الخاصة بيك. بالظبط. نجحت خليهم 2. وهكذا لحد ما تتوقف انك انت تعمل زي السوق وتبدأ تنطلق في الجديد. طيب لو حد بيقولك لا انا مش عايز، انا عايز ابدا بالهويه بتاعتي، يعني يبقى ليا ايدنتيتي واضحه جدا، براندنج، وهبدا وانا معايا فلوس، يبقى اصبر. تنصحه بايه؟ الصبر. بمعنى يعني الصبر دي قصدك انه هيبقى في وقت كبير جدا، يعني مش من اول يوم هو الموديلات هتنزل لا طبعا. والتصميم هينزل واللوجو والصفحات، فكده الدنيا هو اشتغل. كله باذن الله عز وجل طبعا. لكن احنا بنتكلم بالاسباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقلها وتوكل. لازم تربطها، والتوكل ده ممكن تربطها ويجي حي صغير يفكها وتمشي. صح. بس انت خلاص انت اخذت بالاسباب. حلو. الاخذ بالاسباب ان انت اللوجو بتاعك مناسب ولا مش مناسب، راس المال ده هيدار ازاي، فتره بدايه المشروع تفضل قد ايه تصرف وامتى هتاخد منه، العماله اللي انت هتجيبها هل العماله مناسبه ولا لا، هل الموديلات اللي انت هتعملها مناسبه ولا لا، السوق عايزها ولا لا. واصبر، معاك فلوس اصبر، لكن مع الشغف مع يعني العلم. مش وجود راس المال يخليني اسرع. لا راس المال يجيب لك الكوادر، لكن مستحيل في لحظه تلاقي نفسك بقيت براند. انت هو هيساعدك على الوصول، راس المال اكيد. انا بقول لك انه رمانة الميزان في كل مشروع هي الفلوس، لكن الفلوس لو ما جابتش بص اقول لك، راس مالك كتاجر او كصاحب بيزنس، العامل والعميل. العامل والعميل. حلوه دي. ازاي؟ هو مش هيبقى عندك عميل الا لما يبقى عندك عامل مخلص. لو الموظف اللي عندك ما عندوش نفس الحب للشغل بتاعك، الشغل بتاعك مش هيطلع كويس. حتى لو انت معاك ملايين الملايين، او لو انت الشغف بتاعك يوصلك للسماء، لو التيم بتاعك مش هياخدك للحتة اللي انت عايزها مش هتوصل. فالاول العامل لازم يكون عندك الناس اللي محطوطة في مكانها، اللي تعمل اللي انت عايزه واللي انت حابه. طب لو حد بيبدأ في البداية تنصحه بإيه ان هو يبدأ بيه؟ يعني اقل القليل من الموظفين محتاج يكون معاه كام فرد وتخصصاتهم يبدأ ايه الاول؟ يبدأ بيع ولا يبدأ تصنيع؟ براند؟ لا هيبدأ براند وعايز يصنع. ممكن لو هنقول النموذج، لو هيصنع عند الغير ولو هيصنع عند نفسه. لو هيصنع بنفسه هيحتاج ايه باختصار كده؟ عدد افراد عامل ازاي، مكان الحاجات اللي ممكن يستخدمها ايه، ولو هيصنع عند الغير هيحتاج برضو المينيمم للتيم بتاعه يكون قد ايه. هو غالبا اي حد هيبدأ براند جديد ما ينفعش هو اللي يصنع. ما تفتحش لنفسك خالص دلوقتي نهائي. هي مش كل البراندات اللي موجوده في السوق بتصنع عند الغير. معقوله؟ واللي بيختفي اعرف ان هو فتح مصلحه لنفسه. يعني البراند اللي ظهر واختفى تعرف انه فتح مكان، فتح مصنع. ليه وقع بسببه. ما هو انت راجل عندك شغف، لكن تعرف ايه عن القص، تعرف ايه عن التسويق، طب تعرف ايه عن مراحل الخياطه، طب هل الحته دي سعرها مناسب ولا مش مناسب؟ ما انت ممكن تطلع حته كويسه وتتقص بشكل كويس،
لكن الصنايعي اللي قاعد على المكنه مثلا بدل ما ياخد فيها 20 جنيه خد منك 70 جنيه. لما تيجي تنزلها السوق تلاقيها غاليه، سعرك مضروب من الاول، يا اما تخسر وبسببك، يا اما تخسر والحته ما تتباعش مع انها جميله ومتقفله كويس، بس السعر ما كانش مناسب من البدايه. هو انت عشان تصنع انت هتصنع عند الغير الاول. لازم لو هتعمل نفسك براند حلو وتبدا بموديل واحد، موديل واحد كميه بس قليله. ده المعظم بيقول لك لا لازم كوليكشن. ما هو انت لو عملت الكوليكشن ده بتعمله انت لما يبقى عندك مصنع وعندك اكتر من بنك قص وعندك اكتر من 20 صنايعي عشان تنزل بالكميه دي. لان الكوليكشن ده لو انت ما لحقتوش بسرعه بخط انتاج تاني، يعني انت عملت مثلا في كل موديل 100 حته، جميل، كان لازم يكون وانت بتنزل ال 100 حته دول السوق لازم يكون في 100 حته تانيين على المكن. ليه بقى؟ عشان اغطي تكاليف العماله دي. ولا وبعدين تلحق السوق قبل ما يتشبع. يعني انت اصل انت هتنزل حته ولازم تعمل حساب المنافسه. هيتاخد المنتج وهيتعمل وهيتباع، فانت لازم تغطي السوق قبل ما اي حد لو جيت طلب منك قلت ما فيش خلاص هنجيبه من حته ثانيه. او العميل شوف العميل سبحان الله زي السوشيال ميديا كده، انت لو انت نزلت اعلان على الفيس وما لحقتش ورديت على العميل تلاقي الفيس تاني مباشره راح زائق له واحد تاني. خلاص ما هو هو عميل محتمل وانا عايز اخلص طيب معاه. انا راجل دلوقتي طالع اشتري، جايب اولادي وطالع نازل السوق. ايه يا عم احمد يا حبيبنا يا اللي انا ما بشتريش غير من عندك المدير الفلاني والله معلش مش موجود. طيب احنا هنجي لك تاني، مش هيروح صح، هيروح يشتري. انا معلش هشتري خلاص هشتري. فهو انت لازم تكون انت عندك الموديل اللي موجود منه الكميه المناسبه في السوق، حلو، والبديل بتاعه على المكن عشان بمجرد ما يخلص تلحقه بالباقي. فانت علشان تروح تعمل موديل واثنين وثلاثه، طيب افرض موديل نجح والتاني فشل، مش دي فلوس؟ عبء وفلوس وراس مال دي فلوس بيتحجز. فلا انت علشان تبدا صح ابدا بموديل واحد بس وجست بالنبض، ما تقصش كميه كبيره. طب نفترض الورست كيس ما مشيش، يعني نزلت اول موديل ليا والدنيا ما تقبلتوش قوي، السوق ما تقبلوش قوي، اخترته بعنايه شديده جدا بس ما مشيش قوي معايا، اعمل ايه الحل في ان اصرف المنتج ده عشان احل المشكله دي وابدا في على طول سيل، على طول خصم على طول مباشره. مفيش حل اصلا. الخصم ده يكون تحت سعر التكلفه ما يهمش دلوقتي، ما يهمش دلوقتي يعني سعر شوف انت دلوقتي عندك موديل التكلفه بتاعته اكتر من المكسب من الربح. جميل، انت دلوقتي عايز ترجع راس مالك ولا عايز ترجع ثقه العميل؟ عايز ارجع راس مالي وابدا برضه اخد ثقه العميل بتاعتي. ما ثقه العميل انت دلوقتي هتعمل ايه؟ هتلحق بموديل تاني. تمام، ما هو انت ما انا بقول لك ليه لازم تدرس السوق الاول. ما تشتغلش مش مجرد ان الموديل اللي عجبك فخلاص توكل على الله. انت لازم تدرس السوق شغال في ايه اللي شغال في السوق واشتغله علشان اتجنب الاخطاء دي، لان الاخطاء دي مش هتنفع في البدايه. انا اتخضيت لما انت سالتني السؤال ده، هو ازاي مثلا واحد ينزل بموديل هو ممكن ما يشتغلش معاه؟ يعني المفروض ان اصلا بنسبه 95% انا متاكد ان ده ان شاء الله شغال. لازم هو يروح يشتغل في حاجه شغاله. لو انت شغلت دماغك في بدايه المشروع وقلت انا هعمل حاجه مش موجوده انت هتفشل. احنا بنحاول نساعد الناس يدوروا على حلول لو اتعرض للمشكله دي. يعني احنا النهارده اشتغل زي ما السوق شغال، حلو، بنفس السيستم والطريقه. الموديل بتاعي نزل ما تقبلوش السوق قوي وانا كنت عامل منه كميه مش كبيره، اعمل ايه؟ ابدا اعمل سيل عليه؟ لا تعمل الاول موديل تاني حلو بس موافق للسوق اللي هو عايز السوق، حلو، اللي هو البنات او الترندات شغاله عليه. جميل، وفي الوقت ده اللي هيشتري حته للحته الثانيه من الموديل الفلاني خصم على الموديل مثلا التاني بنص الثمن. جميل، اللي هياخد حته من الموديل ده وهياخد قطعه من الموديل ده الشحن ببلاش، فما هزتش قيمه البراند بتاعك. بالزبط. في نفس الوقت خلصت نفسك من الشغل. قصدي من السيل مش انه يقطم السعر، اصل انت كده فشلت. انت اول ما تنزل موديل وبعد 15 يوم 20 يوم سيل اللي هو لا اللي هو... انا قصدي ان انت هتلحق الموديل. في ناس اصلا معتمده وكنت عايز اخد رايك في الحته دي، معتمد على السيل. يعني هو بالنسبه له التسعير قائم على السيل، انه انا بحط سعر المنتج ليتس سي 1000 جنيه عشان انا اقول بعدها بعد الخصم هيبقى 900 جنيه، وانا هو ده نظام تسعيره. ايه رايك في الفكره دي اصلا والطريقه هو دي؟ ده اللي شغال دلوقتي اصلا. هو انت لما تقول للعميل لما تقول للعميل انا الحته دي ب 500 جنيه، الحته دي مصنوعه بحب ومصنوعه بدقه وبجوده، هيقول لك لا غاليه. يعني انا زمان لما كنت بتكلم على الشركات بتاعت الاتصالات
الشبكه ساقطه وواقعه، وتلاقيه بيتكلم هو انه احنا اقوى شبكه اتصال في مصر، وبتلاقيه بيدفع فلوس كتيره جدا. فانا زمان كنت بقول هو ليه الفلوس اللي بيصرفها على التسويق ده ما يحطهاش في تحسين الشبكه؟ لا، هو الصح ان هو يصرف على التسويق. هو لما بيصرف على التسويق هو بيكون دايما ظاهر في وشك، سواء بقى هو كويس بقى مش كويس، هو ظاهر. انت لما تيجي تشتغل وتقول ان طريقه السيل دي من احد الطرق الناجحه جدا دلوقتي، هو بيلعب بعاطفه العميل. الحته دي ب 1200 جنيه وخصم 600 جنيه، بعد الخصم 600 نفسيا جنيه العميل بيتقبلها اكتر جدا. من لما تقول له فيكس تقول له نمبر 600 جنيه الرقم ده 600 يقول لك غاليه، لكن ده النص، ما شاء الله ده النص. عامل زي موضوع ال 99 بالظبط، في ارقام معينه هو بيلعب بعاطفه نفسيا العميل. بتبقى هو على مؤثرة. فكره هو التسويق هو قائم على ازاي توصل لمشاعر العميل، تخليه يشتري. الحلو في التسويق زي ما قلت لك على موضوع ان هو دايما يبقى ظاهر. الاشهر بيبيع اكتر من الاشطر. كلمه دكتور ايهاب دي ويا حلاوتك بقى لما تبقى اشهر واشطر. صح. هو ده احنا لازم اللي انت اتعلمته او اللي انت سمعته من الناس المتخصصه لازم يتطبق حالا في حياتك. صح. هو انت ممكن لا تبقى في ناس منعزله بيحس ان الكلام ده يسمع الكورسات بالظبط. والحاجات لا دي. الكورس ده لازم يتحول تجربه عمليه. بالظبط. اسلوب حياه. يعني تخيل بقى لما انت تبقى اشطر وعامل الموديل كويس جدا وصارف عليه كويس جدا ومدي فيه سعر كويس وتنزله السوق، يلا تسويق، يقول لك لا اصل التسويق ده هيزود تكلفه الحته. لا، انت لازم تعمل تسويق، لان الحته لو ما عملتش تسويق في شركات مش هتتباع. بتصرف 60 و70% تسويق بالظبط من العائد بتاعها. انت شوف، انت تعرف سيدنا عمر قال لو صرف احدكم نصف ماله على العطر لم يعد مبذرا. انا بقول لك لو صرف التاجر او صاحب البيزنس 90% من راس ماله على التسويق كده هو انا ناجح. هو التسويق هو اللي هيعرف. كلمه حلوه جدا. لو 90% لو انت صرفت فلوسك اغلب فلوسك على انك انت تظهر هتبيع. صح. بس طيب انا دلوقتي بدات وبدات خلينا نقول دايما زي ما بنقول كده بنتكلم على اللي بيبدا براس مال قليل واللي بيبدا براس مال كبير، نساعدهم الاثنين. اللي بيبدا براس مال قليل كده كده هيصنع عند الغير، وبرضه انت رشحت انه حتى لو راس المال كبير برضه اصنع عند الغير عشان ما تحملش هيدك التصنيع ومشاكله والكلام ده كله. ايه التيم اللي يكون جنبي لو انا ببدا براس مال كبير؟ انا محتاج يكون جنبي كام واحد بغض النظر عن التصنيع بقى؟ يعني هل انا محتاج جنبي ناس معينين يشتغلوا معايا في اداره البيزنس بتاعي ده؟ شكلهم عامل ازاي؟ وظايفهم عامله ازاي؟ يعني انا محتاج مني جنبي كام واحد يساعدني؟ لو هتعمل براند، هعمل براند، اول حاجه المحاسب. اول حاجه المحاسب. لان ليه؟ الفلوس دي لو ما عرفتش رايحه فين وجايه منين فانت كده مش هتكمل. لازم تعرف الفلوس دي اتحطت فين. ودلوقتي لازم يقول لك انه الجزء ده صرف اكتر من اللازم. انت تعرف لو هياخد 10,000 جنيه وما جبتوش، هو انت اصلا بتتسرق في 20-30 الف جنيه. يوفر؟ انت عايز تقول تكلفته وفر ليك. بالظبط. او مش شرط المحاسب هتوفر لك، مش شرط سرقه. ده ممكن قله تقدير للمساله. سوء اداره الفلوس دي ممكن بالزبط. يخسرك اكتر من ثمن او قيمه المحاسب. بالظبط. في ناس تبدا يقول لك المحاسب خليه اخر حاجه ابدا. لما الموضوع يكبر قوي ويبقى كده نبقى نشوف انا ده اللي اكتشفته انه ابدا. اول حد رقم واحد، اول حد تختاره في التيم بتاعك هو المحاسب. تاني حاجه تبدا حلو. بقى المراحل بتاعتك القص. حلو. القص اللي هيطلعك السماء والقص اللي هينزلك تحت الارض. ازاي؟ انت بتفرش كميه. انت راجل دلوقتي راح تحط 60-70 الف جنيه على الترابيزه وهتمشي بالسكينه عليهم. يعني اللي عايزين نقول بس يعني مهنه اللي هو بيبقى بيسموه المقصدار، الباترونست او المقصدار. الشخص ده رقم واحد في الدايره اللي هتؤدي في الاخر الى نجاح البراند بتاعك. بالظبط. الحته في الاولها خالص الباترونست اللي بيعمل الورق ده اللي ما كانش مظبوط ما ينفعش تقص، ما ينفعش تشتغل، ما ينفعش تظهر السوق اصلا. لان العيوب، بص العميل عينه بتجيب الخطأ قبل الحلو. صح. فانت لازم الحته بتاعتك تكون مقصوصه صح.
فانت خصوصا انت بتعمل براندنج، فعايز الناس تبقى فيدباك ايجابيه جدا جدا على بالظبط. المنتج. فانت اول حاجه تعملها في اختيار التيم بتاعك هو الباترونست والمقص دار، اللي هو اول قسم بيبدا يشتغل في ده انا بجيبه معايا ولا ده بيكون موجود في المصنع اصلا؟ يعني هل الناس دي انا بتعاقد معاها بره، ممكن اتعاقد معاها بره واوديها المصنع اللي انا هصنع فيه، ولا المصنع ممكن يوفر لي الناس دي؟ لو هتبدا ضعيف ما معكش قوه انك انت تعين باترونست عندك، بتروح لاي مكتب، والمكاتب بتاعت الباترونست كتير، في مكاتب خاصه بالمجال ده بالظبط. بتروح تصنع يعني ده مش شخص بيكون موجود جوه المصنع. هو انا ما اقدرش استغنى عنه. لا احنا خلينا بقى بنقول احنا بنعلم الناس اللي لسه بيبدا. احنا طبعا النموذج بتاعك عشان بدا وكبير فليه وضع تاني، لكن انا حد ببدا، الناس دي بلاقيها في مكان معين. طبعا اسمه مكتب باترونست. مكتب باترونست. حلو قوي. مكتب بيصمم لك الموديل، بتديله الصوره، تقول له انا عايز اعمل زي ده، واستلم منه الورق. تستلم منه الورق. حلو. الورق ده تستلم منه العينه الاول اللي انت هتقصها، وتشوفها هل الكلام ده مناسب للي انت عايزه ولا محتاج تعديل. انت بتاخد الورق، بتقص مثلا حته، بتديه للمقص ده اللي عندك، خد قص لي عينه، بتقص العينه وبتلبسها. لا الكتف محتاج يوسع شويه، العبايه محتاجه تطول شويه، الخمار محتاج حط كومنتاتك كلها على القطعه، ترجع تاني للباترونست، انا محتاج اعدل على ده، فبيعدل وبتعمل عينه تاني اللي هي بقى النهائيه، اللي هي خلاص دي تمام. اخر ما تقول تمام خلاص، انت احفظ الموديل اللي عندك، يلا اشتغل قص. بمجرد ما تشتغل بتقص مثلا كميه بسيطه الاول وتجربها على المكن. جميل. وبعد كده بتخرج. يعني ما ببداش بقى ب1000 و2000 وحاجات كده؟ لا طبعا مفيش كده. لا طبعا. لازم تبدا ولو مثلا في كل لون توب، وبتنزل الشغل على المكن وبتشوف دوره الانتاج بتاعته عامله ازاي. حلو. ياخد وقت قد ايه، الصنايعي بياخد فيه قد ايه الاخطاء اللي انا عايز اتجنبها لما اجي اقص كتير. فده كله لازم اخده في الحسبان. تمام. ايه اللي بعد كده بقى؟ يعني ايه الحاجه اللي بعد الباترونست؟ خلاص انا خدت التصميم بتاعي تمام ووديته لحد المقص دار، صح؟ اللي هو هيقص الموديلات. تمام. انت هتقص اولا، هتقص كميه بسيطه زي ما اتفقنا، والكميه البسيطه دي لازم يكون فيها حد اسمه مدير جوده. مش شرط يكون مدير جوده، مسؤول جوده. لو البدايه مش هتبقى كبيره. يعني مهمته ايه ده؟ المدير الجوده ده من اول ما التوب يجي لك ملفوف لحد ما الحته تطلع في كيس او على شماعه، حسب طريقه يعني بيعك للحته. ايوه. هو بيتابع الحته. التوب اولا القماش لازم يكون جاي من عند حد موثوق، حد شغله كويس، لانه العيوب والدفوات اللي في القماش ممكن تكون سبب خسارتك انت شخصيا، وممكن ما تبانش الا بعد ما خلاص قفلت وشغلك خلص. فانت لازم تجيب من حد هو معروف ومشهور في المجال ده انه الخامه بتاعته. طب الافضل ان انا اروح لمصنع هو اللي ياخد المرحله كامله، يعني يجيب هو القماش ويصنع، ولا الافضل ان انا اجيب قماشي واروح للمصنع اقول له صنع لي القطعه؟ والله انت لو مش خبير وما عندكش طولة بال وما عندكش وقت فاضي للكلام ده، يعني انت لازم تفرغ تام. انا عايز اقول لك على حاجه، ما ينفعش تعمل في حياتك اكتر من حاجه. لازم تخصص حلو، لازم تتخصص. صح. انت لو حطيت في دماغك ان انا هعمل ده وهعمل ده، يعني انا هروح الشغل بتاع الصبح، انا راجل موظف، اروح الشغل بس انا معايا فلوس، وبعد الظهر هروح اتابع الرجاله، وبالليل هطلع اسهر، مش هينفع الكلام ده. انت لازم تشتغل في حاجه واحده بس. وحتى لو انت شغال حلو قوي ومتخصص ومدير ناجح، برضو لازم تشتغل في حاجه واحده. يعني ما تروحش تقول انا هشتغل في العبايات الحريمي وهشتغل في لبس الاطفال، مستحيل تنجح. دي ليها صنايعيه، ودي ليها خبره، ودي ليها مكان. في ناس بتبقى عايزه تخش في كل المجالات مره واحده، يقول لك انا ملابس كلها بقى عايز اعمل. مش هينفع، هصنع، مش هتعرف. التوحيد والنور انا هعمل كل حاجه. هو التوحيد والنور ده مكتب قاعد والمصانع بتجيب له. يعني لو حد بيبيع تعابين وقال له انا عايز ابيع عندك التعابين، يقول له اتفضل تعالى انا سوق، انا كده اصلا مش هديك فلوس الا لما ابيع. مش هيصنع كل ده. لكن المصنع انت هتجيب منين قوه ونفس وطاقه انك انت تصنع ده كله؟ صح. فلازم علشان تنجح التخصص، لازم تتخصص. التخصص ده هو اللي هيوصلك، لانه بعد كده تفتح في مجال تاني. يعني اسلم الحته كلها للمصنع، خليه هو الافضل. لو انا مش ماليش فيها قوي كشراء قماش، شيلها كلها هو. لازم تجي بس في متابعه. يعني انت برضو ما تضمنش المصنع، انت تروح لحد
ثقة، اهل دين مثلا، راجل متدين، راجل معروف، راجل عنده حتة في السوق وبيخاف على اسمه وليه سمعة وليه بالزبط. كل حاجة، بحيث ان برضه يا استاذنا انا عايز اصنع عندك الموديل ده. تمام، انت عايز مني ايه؟ انا عايز منك تجيب لي انت القماش. طب اجيب القماش من عند مين؟ او تجيبه انت؟ لا انا هجيبه لك انا. طب انا عايز اشوف القماش او اشوف الشغل بتاعك، ابقى متابع المراحل بتاعتي، مش لازم. اللي هو انا رحت خلاص خد بقى اعمل كل الموضوع. انت لو وامشي. عندك شاب او شابين تديهم رواتب، انتوا تفضلوا في المصنع تتابعوا لي الشغل. انت مش بتقلل من ثقتك بصاحب المصنع، لا انت بتتابع شغلك وصل لحد فين. جميل جدا. لو انت مش هتقدر تفتح او ما عندكش طاقه او العلم طولة البال ان انت تتابع وتعمل كده، يبقى بلاش من وانا من رايي مهما كان راس مالك كبير، احنا دلوقتي المكاتب الكبيره او تجار الجمله الكبار عنده مصنع وبيصنع عند الغير برضو. معقوله؟ ما هو مستحيل الناس بتتخيل انه عشان هو حجمه كبير فيبقى اكيد تصنيع بتاعه لوحده. انا شخصيا لو حبيت اعمل، يعني انا دلوقتي توقفت مثلا عن موديل معين، انا اروح اصنعه عند حد تاني لان انا مركز في ده. مركز في ده دلوقتي. ولو يعني حتى صاحب المصنع ممكن يضطر ان هو طبعا يطلع شغل بره ويعمله بره. طبعا. فهو ده التركيز، انك انت لو مش هتقدر تدير المنظومه دي، الافضل انك انت تصنع الاول بره، وبعدين مع الوقت. وبرضه خلينا نقول ان المنظومه دي صعبه مش سهله، منظومه التصنيع، يعني ان حد يخش فيها. انا زي ما بقول لك، انا بياع شاطر، لكن عشان تبقى مدير مصنع موضوع مرهق جدا. انت تعرف انت كأنك في حضانة، لازم تحل المشاكل. يعني انا كنت في الاول تفاصيل الشغل غير الشغل تفاصيلهم من حياتهم الشخصيه كمان هم. ايوه، وتحل العلاقات تبقى سليمه جوه والدنيا ماشيه. ما انت لو ما حلتش مش هيعرف يشتغل. أيوة. مش هينفع تقول انا ماليش دعوه في الباب المكتب يا ابني، انا ماليش دعوه بالكلام ده، انت جاي تشتغل هنا. وهو لو اشتغل هو متضايق مش هيعرف. لو هو متضايق من زميله اللي قاعد جنبه اللي ما كنتش تحل المساله دي، خلي بالك فشل اي منظومه هو سببها المدير. صح. ما كانش المدير يقدر يقود الناس دي ويوفق ما بينهم ويحل ما بينهم، هو انت الخسران وانت السبب. صح. فالموضوع مش سهل انك انت بمجرد ما يكون معاك فلوس انا عايز افتح براند، وانت متهيألك ان البراند هو اللي بيظهر في الصور او هو اللي بيظهر في السوق. الصوره اللي بتلمع بسرعه، الناس بتشوف البراندات الجديده، ولا فلان ده عمل براند ويصور لهم انه، يعني الناس بتصور الجنب المضيء، فممكن حد يعمل ريل دقيقه يقول لك انا نزلت وجبت القماش وعملت مش عارف ايه، ففي دقيقه هو شاف براند بيتعمل، فبيجي له شعور ان انا لو بدات انا هي كلها يومين ثلاثه وفي براند بالزبط. والناس هتطلب بقى اوردرات وانا مش هبقى ملحق على الاوردرات ومش عارف ايه، فحاسس الناس يعني في وهم شويه في الموضوع. هو حقيقي ده وهم لانه اصلا هو ما بيصورلكش الا اللحظات الجميله. ما ده اللي انا عايز اقوله، انا الموضوع فيه صعوبات تانية كتير جدا. السوق انت لو انت ما حدش هيعيش معاك لحظات الالم. صح. هتعيشها لوحدك. هيبقى حابب ان هو يطلعها كلها، يعني الناس. ما هو انت تعرف تطلعها امتى؟ بعد ما تنجح. بالظبط. ما فيش حد. انت لما نزلت السوق كان كله بيبص انت رايح فين يا ابني؟ اقف على جنب، سيب العمالقه تشتغل، لا انا هدخل. فانت الفتره دي ما فيش حد اصلا هيسقف لك. فهمتك. يسقف لك امتى؟ لما تعدي الناس دي. صح. يبداوا يشاوروا عليك بقى، طب ما ممكن نتصور حقيقه. صح. انا والله انا بيحصل معايا انه في ناس موجوده في السوق، السلام عليكم ايه رايك اعمل كذا، مع ان انا كنت في يوم من الايام مثلا عميل عنده. بفضل الله. النجاح بيفرض نفسه على كل المنافس، حتى بيحترمك بعد نجاحك، بعد ما تعدي بالمطحنه وتعدي بالالم لوحدك. مفيش حد هيشاركك الالم الا انت. فالمراحل دي لازم تعدي عليها، لو ما عدتش عليها يبقى في حاجه خطأ، والفلوس لوحدها مش كفايه. فانت مش هينفع تعمل براند انت مش فاهم انا لما اشتغلت في البدايه صنعت عند الغير. جميل. وبعدين انا لما دخلت انا كان معايا شريك، كان معايا حد متخصص. يعني انا لما جيت اشتغل ما فردتش عضلاتي وفتحت مكان لوحدي، لا انا قعدت 3 سنين اتعلم، وكان في اللي يسندني وكان في اللي متخصص، دي تتعمل كده لا دي ما تتعملش، طب ليه ما تتعملش؟ عشان كذا. ذاكر واحفظ وحط في دماغك عشان لما تيجي بعد كده تطلع تفتح لنفسك مدرسة تعرف تدير. لكن ما ينفعش اصلا انت اصلا مش طالب وتقول لك انا هبدأ ادرس المادة دي، مستحيل. لازم تبقى طالب عشان تبقى مدرس، ولازم تتعلم عشان تعلم. صح.
ولازم تفضل طول حياتك تتعلم. على فكرة اللي قاعد قدامك ده يوميا لازم يتعلم، ما شاء الله. ولازم تعترف بالخطأ. مم. ممكن كلامي ده كله على فكرة يطلع مش صح في السوق، مم. وممكن يطلع صح الصح. مم. فانت اللي بتحدد، العميل هو اللي بيحدد. مم. انا امشي ازاي؟ انا بدي لك مثلا الطريق اللي انا مشيت فيه. انا ممكن نجحت بالشكل ده، انا نجحت وارد حد بالشكل غيري ده. يقول لك لا انا يقول شايف لك لا. سكه النجاح مختلفه. بالظبط. ما هو نفس اللي كنت بقوله لك، حته انه في ناس تقول لك لا انا مش فارق معايا، انا عايز ابدا ليدر، عايز ابدا حد جامد، عايز ابدا حد قوي، مش عايز ابقى حد صغير لسه بيتعلم او مش عارف ايه. لا انا بفلوسي وهخش مره واحده وادرس الموضوع صح. فمش كل الناس بتحب تبدا من الصفر، مش كل الناس ما بتحب هو تجيبها من تحت. انت بتبدا من الصفر لانك انت ما عندكش اصلا بديل غير الصفر. انت ما معكش فلوس، انت لازم تبدا من الصفر. وعلى فكره بعض الاحيان عدم وجود يعني زي ما بيقولوا خيارات هو ده سبب النجاح. ما عندكش غير خيار واحد بس، هو طريق واحد هتمشي فيه ولازم تكمل. هو ده انا في رايي من احد اسباب النجاح شده الالم. السلم المكسور هو اللي على فكره بيخليك تقفز، صح. لكن السلالم انت متعود ان انت تخطو، انت مش عامل حساب الوقعه، فلما بتقع بتبقى الوقعه صعبه جدا. احنا ده يعني احنا كده يعتبر شرحنا النموذج بتاع التصنيع، او حد عايز يبدا البراند بتاعه. طب لو حد ليه وجهة نظر مختلفة، انا عايز ابدا ان انا مثلا قيم حجاب بيعمل الموديلات بتاعته، فانا عايز ابدا ان انا بس اخد واشتغل ماركتنج بس، يعني اسوق بس. انا حد مثلا ربة منزل، او حد عايز يشتغل من البيت، حد عايز يعمل دخل اضافي ليه، فانا عايز اشتغل مثلا مع براند جامد جدا زي قيم حجاب، ان انا اعمل ماركتنج بس للمنتجات بتاعته وخلاص كده. انا مش عايز اصنع ولا اخش في الهاسل بتاع التصنيع ومشاكل الانتاج ومش عارف ايه والكلام ده كله. ده يا بخته. تمشي ازاي؟ ده يا بخته. تمشي ازاي بقى؟ دي بيسموها تجاره الجبناء. ازاي؟ هو ما عندوش الطاقه، وما عندوش القوه، وما عندوش الفلوس، وما عندوش العلم ان هو يفتح حلو. براند. حلو. فيعمل ايه؟ يروح يشوف حد كبر ومن موديلاته مطلوبه في السوق، هاخد اسوق للراجل ده. فهو بيكبر وانا بكبر معاه. هل ده بيبقى متاح مثلا؟ انت بتعمل كده عندك جدا طبعا. انا اغلب العملاء عندي في القاهره وفي مصر كده. انا ليه بقول دايما بغلط اقول القاهره؟ لان انا مش متعود اشتغل يعني مع المصريين يعني. أيوه. عندنا عملاء بتيجي الاخت تيجي. انت معظم شغلك يعني الحجم الاكبر من الشغل اصلا بره مصر، 80% او 85% ما شاء الله لا قوه الا بالله، هو بره مصر. جميل، حاجه تشرف يعني. الحمد لله مصري واخد الحيز ده من التصدير بقى، ما شاء الله. هو انا يعني احنا شغالين من المكتب وشغالين من المصنع، ما شاء الله. ساعات كتير جدا المكتب يقول هو انتوا مش انتوا قفلتوا ولا ايه؟ فين البضاعه؟ هو ما يعرفش ان احنا شغالين من المصنع مثلا مباشره على العميل. ما شاء الله. فهو اللي بيبدا تسويق، هو ده تقريبا أأمن حد بيشتغل. ياخد المنتج ويبدا يسوق له. ده ما بياخدوش، ده هو بياخد الصور بس. ودي ده انجح وابسط وأأمن تجاره في بدايتك. ان انت في موديل حلو شغال. بس في ناس يقول لك انا مش طموحي اعمل براند، انا عايز اجيب دخل اضافي بس، وعايز اشتغل في المجال ده وانا حابب المجال ده، بس عايز اخشه بالشكل ده بس مش اكتر. موديل كويس، صور كويس، من براند مشهور، من براند معروف، اخد الصور اعرضها، يجي لي على اوردر 2 3 استاذنك ابعت لي دول، بيروحوا له، بيسلم البضاعه وخلاص. تجاره الجبناء ما تدفعش شيلن في حاجه، امان اكتر بالزبط. من اي حاجه تانية. طيب عايزين يعني سؤال بقى، انه السوق بتاع الزي الشرعي وملابس المحجبات، انت شايف ان لسه فيها فرصه؟ يعني هل ان حد دلوقتي لسه ما بدأش لسه في فرصه يبدأ، ولا المنافسه بقت صعبه ولا بلاش المجال ده؟ ويعني انت من الناس اللي مؤمنه بفكره انه في لحظه السوق بيقفل فيها؟ لا طبعا، يعني على طول في فرصه. السوق ما بيوقفش على اي حد. والقطع يعني هي قصه مش قطع، هي مش حته تورته. يعني يقول لك لا خلاص هي اتوزعت والناس اللي هيدخل مش هيلاقي يلحق، مستحيل. ده باب التجاره، دي باب من ابواب الرزق، يعني طول الوقت في فرصه لاي حد. وانما تنصرون بضعفائكم. يعني ممكن يكون حد، انت تعرف اغلب عمالقه السوق كانت بتبيع في الشارع وما كانش مدرك في يوم من الايام انه يبقى كده. انت الرزق ده هو موجود، انت مطالب بالسعي، والسعي ملوش اي علاقه بالرزق. انت بتتعبد لله عز وجل. السوق بتاع الزي الشرعي او المحجبات او الملابس، دلوقتي السوشيال ميديا خلت كل يوم في موديل جديد، وكل يوم في حد جديد، وفي مصنع جديد، وفي براند جديد. زمان كنت تعدهم على الصوابع، دلوقتي يوميا
تسمع ببراند جديد. والله الموفق، يعني انت وعزمك، انت وتوفيقك، انت وموديلك. ودلوقتي السوق ما بيعتمدش على الاسم على قد ما بيعتمد على الموديل. الموديل هو اللي بيوصل البراند للحته اللي هو انا بشوف براندات بتطلع بموديل، يعني هو الموديل بالظبط. اصلا اللي بالظبط. بيعديه الدنيا وبيعمل له اويرنس والناس كلها بتعرفه. حتى الموديلات اللي بعد كده ممكن ما تبقاش اقوى حاجه، ولكن هو خلاص بقى هو يعني الموديل ده شهره. زمان احنا كنا نعرف بيفرد الموديل، عضلاته في السوق كلها كنا بموديل نعرف واحد. الموديل من صاحبه. دلوقتي احنا بنعرف صاحب المصنع من الموديل. ايوه، هو الموديل هو اللي بيوديك، هو هو اللي اللي بيتكلم وهو اللي بيحطه في الصداره. وزمان احنا كنا بنشتغل في موديلات هي معروفة وكله بيعملها بس مختلف الأسماء. دلوقتي الهواتف الذكية خلت الناس تسبح في فضاء الموديلات. كل واحد عنده مصر وكله طبعا، وبتوصل للعميل بسرعة. يعني انت لو شاطر وعندك موديل كويس تلاقي نفسك عديت اصلا الناس اللي موجودة في السوق من بدري. انت لازم تتحرك وتظهر. لو انت عندك موديل كويس خلاص انت كده انت موجود. طيب نصيحتك ايه لاصحاب البراندات اللي موجوده في مصر حاليا؟ الناس كلها انظارها متوجهه ناحيه الامارات والسعوديه والفرص المتواجده في السوق هناك، والسوق الخليجي عامه. نصيحتك ايه لاي حد عايز يعني ينقل التجربه بتاعته ونجاحه هناك؟ هل يتواجد في الاماكن دي بتواجد رسمي، ولا عن طريق وكلاء، ولا تصدير فقط؟ شوف هو بما انك انت خبره في الموضوع ويعني ليدر في موضوع التصدير ده، يعني هو انت لازم علشان تروح للاماكن دي لازم تكون انت بادئ هنا في مصر وعندك قاعده قويه هنا في مصر. لان انت لو بدات هناك صعب جدا. احنا بنتكلم عن الحد ان هو اصلا عنده براند هنا. ايوه طبعا، وهو قوي هنا والدنيا تمام. الامارات بالذات او دبي بالذات عندها تسهيلات قويه جدا لاي حد عايز يعمل اي مشروع. تعالى فعلا مفيش جمارك، مفيش في تسهيلات في كل المصالح الحكوميه، في الورق نفسه، في كل حاجه شيء. في اجراءات تاسيس فانت نفسها سهله. لو خطوطك العريضه انت عارفها وعارف هتتحرك ازاي، وعندك القاعده والموديلات القويه، لا انطلق. تشجع اي حد ان هو جدا يبدا طبعا ويشتغل جدا جدا. طيب. انا كان هم اصلا برضو اللي انت يعني عايز اقول لك عليه ان هو اهل الخليج قليلين. واصلا السكان القائمين اللي بيشتروا هم الاجانب. مظبوط، صح فعلا. فهي نفس القاعده اللي في مصر هي هناك، لكن هم عايزين مستوى اعلى. يعني انت ممكن هنا تبيع، يعني انت عايز تقول ان انا ممكن ابيع العميل مصري في السعوديه مثلا. بالظبط، صح. بالظبط. بس يكون جوده اعلى، لان هو مستواه برضو المادي بيبقى افضل، لان هو بحكم راتبه بحكم حياته. مش هينفع التارجت اللي انت بتعمله هنا تروح عايز تعمله بنفس الشكل هناك. مش هيبقى مناسب، محتاج كواليتي اعلى طبعا. طيب احنا يعني طبعا تعرفنا عليك وعلى خبراتك وتجاربك. احنا محتاجين يعني شويه مفتقدين في السوق الحته بتاعت القيم للاسف. يعني فازاي قادر انك تلتزم بقيمك وتعاليم الدين والمعاملات الماليه الصحيحه وسط السوق، وسط الدوشه اللي موجوده دلوقتي، اللي هي كلها للاسف يعني قائمة وهادفة للربح فقط. يعني لو هنخالف القيم، لو هنخالف الأصول، لو هنخالف، مش مهم. هو ده بيعود للتربية أولا. يعني أنا اتربيت في بيت ولله الحمد. والدي رباني على الحلال والحرام والعيب والصح. ما كانش بيسمح إنه في أمر من الأمور دي تعدي عليه، ما كانش يسمح بيها جدا. يعني لازم أي خطأ بسرعة يعاقب عليه. أنا لما بدأت أشتغل، وده يعني شيء من فضل الله علي، أنا أتذكر في مرة كنت ماشي بالتروسيكل واتقلب مني، وقع في الأرض. وسبحان الله وقع في الأرض، البضاعة وقعت مني قدام محل من المحلات الكبيرة اللي موجودة في المكان اللي أنا فيه. وكان في رمضان والمحل كان زحمة جدا. فأنا كنت هطرف بعيني كده وابص، يعني الناس ما شاء الله الناس كتير عندي. فمباشرة لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا ظهرت خليك في اللي انت فيه. ما تبصش لغيرك، احمد الله عز وجل. لغيرك مش لاقي شغل. صح. لميت حالي وتحركت
في اللحظة دي قلت بإذن الله هيجي اليوم اللي أبيع للناس دي، وقد كان. بفضل الله. فضل الله عز وجل. الناس دي بتاخد مني دلوقتي. بفضل الله. طب انت القيم قادر تلتزم بيها ازاي؟ يعني في واحد يقول لك ايه، طب ما كله بيعمل، طب ما هو انا يعني هي جت عليا يعني حتى في المعاملات، حتى في الشراكات. يعني انا برضو حته اللي انا عجبتني قوي فيك، قلت لي انا يعني ما اتفقناش انا وشريكي مثلا، فعادي فصلنا بهدوء يعني، ودي مش حته موجوده قوي دلوقتي يعني. فانت اصلا اولا تدعم الشراكات، يعني انت تحب ان الناس، يعني تنصح الناس انه في بدايه مشاريعها تشارك، ولا الافضل ان انت لا خليك لوحدك ومالكش دعوه ما يبقاش معاك حد وكده؟ بس الله ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهم الآخر. لو كان الشريك اللي معاك بيتقي الله وانت بتتقي الله، استعن بالله وكمل. الموضوع مفيد اصلا؟ انت شايف ان الشراكه مفيده اصلا؟ ايوه طبعا. مفيده. ايوه طبعا، لانه انت بتقسم المهام في البدايه، مم. لان الموضوع ممكن يكون شاق، ممكن تقدرش يبقى تعمله اكتر لوحدك. من واحد، ولا الافضل اتنين على الاكثر؟ حسب ما الشغل بتاعك يحتاج. مم. يعني انت دلوقتي راجل، انا راجل مهندس مثلا، واحمد راجل تاجر. مم. ما تعالى نشتغل مع بعض، انت برأس المال والإدارة وانا في السوق مثلا. مثلا. مم. انت راجل صنايعي، انت خليك في المصنع وانا انزل. هتدعموا بعض ويبقى في بالظبط. يعني سهوله في بالظبط. في التعاملات. لكن انا شايف مم. يعني انا من اول ما بدأت حياتي انا شاركت طبعا اكتر من حد يعني. الافضل سلامة لقلبك ولدينك ولمالك انك انت تكون لوحدك. مم. لكن في البدايه بظن انها يعني ممكن تساعد شويه، تساعد طبعا. الاثنين. طبعا. لكن لو قدرت تعمل الامر ده لوحدك، فده شيء، لانه يعني طعم النجاح هتفوز بيه لوحدك، فده شيء جميل. طب اكتر حاجه اخد بالي منها وانا بشارك؟ الاتفاق يكون مكتوب. بمعنى؟ يعني اوعى تكون مثلا تروح تشارك صاحبك بالبق كده، اللي هو احنا او تمام قريبك اتفقنا انت هتعمل او كده وانا هعمل جارك. كده ويلا لا. بينا. لا. ده معظم اليوم كده اصلا. لا. هي الدنيا ماشيه كده اصلا. تقعد وتكتب. آه. انت طب عليك الناس كذا. بتتحرج، يقول لك يعني انا هقعد اكتب عشان اخويا، اكتب على ابن عمي، هو اكتب ده ورق سبب بين. هو ده سبب فشل الشراكة. مم. لازم تقعد وتكتب انت ليك ايه وعليك ايه، واللي ما يلتزمش بالامر ده عليه ايه. لكن اغلب الشراكات بتفشل لان العاطفة بتدخل فيه. مم. ومش بس الشراكة، ده ممكن تقطع الاوصال اصلا، والارحام والصداقات، صح. بسبب دنيا. بسبب موضوع زي ده، لا، صح. انت اول ما بيحصل وبنشوف لو حوالينا كده هتشارك كتير. انت تكتب احنا هنعمل كذا لحد 10 سنين قدام، مم. انت عليك كذا وانا ووقت عليك. الانفصال هننفصل بالشكل الفلاني وحتى وقت الانفصال يتكتب. ايوه صح. وتقسيم الارباح او تقسيم لو كان في رواتب شهرية، انت بتشتغل ايه وهتاخد ايه. يعني انت كموظف في المكان انا ليا راتب، مش شريك فماليش راتب. يعني انا ممكن اكون انا شغال اكتر منك، صح. ما تجيش تقول لي انت بتاخد اكتر مني ليه. مم. كله يبقى ده شغل. متفق عليه، كله مكتوب، ده مفيش شغل. كلام عشان ما يبقاش في خلاف. بالظبط. جميل جدا. طيب انا يعني بدأت مع شريكي في مرحلة كده، انت بحس انها يعني مش عارف دي حقيقة ولا ايه، بس يعني بحس ان معظم الشراكات بيجي عليها وقت كده بتحس انها هو مش قادرين يكملوا يعني كده تمام قوي. يعني ليه؟ ايه السبب؟ يعني ليه معظم الشراكات بحس انها ليها عمر افتراضي زي ما بنقول كده؟ أه، هل النجاح بيغري الاثنين، ولا ايه اللي بيحصل؟ ما هو ساعات الفشل هو اللي بيخلي الاتنين ينفصلوا. لا خلينا نقول المشاريع الناجحه. يعني انا بشوفت مشاريع كتير ناجحه جدا، وبحس انه في لحظه معينه كده لا خلاص انا عايز بقى يشيل انا يشيل انت، فاللي هو ايه. النجاح ما مم. بيخليكش تنفصل، مم. لان انت طول ما انت ناجح مكمل. مم. هو الفشل هو اللي بيخلي وان الشراكات. كان في الظاهر نجاح برضو كده هو في اصلا فشل. انا ناجح مم. وشغال، مم. وبعدين الشراكه دي مش في عقد. مم. يعني ايه ننفصل؟ يعني ايه تشيل وانا اشيل؟ مم. احنا الاتنين بدأنا. يعني ممكن لا قدر الله في شويه طمع، شويه حب للذات، انا عايز ابقى الربح كله ليا. انا شايف ان انا ببذل زي ما انت قلت من شويه، انا ببذل مجهود اكتر، انا اللي شايل الدنيا، ما في العقد ناس. هو اللي بيحدد الكلام ده، مش هتعرف. مم. ما هو لو في عقد اه مش هتعرف لكن لو الموضوع بالحب بالحب كده ده زي ما بنقول هو. كده. بالظبط، ما هو غالبا بتبدأ مم. بالحب وبتنتهي بالكره. صح والله صدقت. بس الله المستعان. ربنا ينفع بيك. اللهم امين يا حبيبي. انت ماشي. نافس لكن بضوابط. يعني انا احب ان انا اكون افضل حد في الكون، ما احبش حد يبقى اعلى مني. بمعنى؟ يعني انا بنفسك
وانا ما اتمناش ان انت تبقى اعلى مني، لكن لو بقيت اعلى مني ما اكرهلكش الخير. بس النفس البشريه شويه بتحب ده ما يعني. هو يعني عندها بتحس ان احنا عندنا للاسف الانا جوانا غصب عننا، بحس ان انا عايز ابقى كويس، انا عايز ابقى احسن. ما هو ده مم. يعني، هو ده، هي دي هنا القيم. لو انا هتكلم كمجالي، انت بتشتغل زي شرعي، فلازم الوسائل بتاعتك تكون برضو شرعية. مم. يعني انت تكون في حد ذاتك راجل بتعمل بالشرع. مم. فانا دخلت منافسة، لازم المنافسة دي تكون شريفة. يعني انا مثلا بعمل موديل والمنافس ليا عمل موديل، بمجرد ما تبص على الموديل لازم تقول اللهم بارك، مش تقول يا ابن اللذينه الموديل ده انا كنت عايز اعمله. مم. هنا فين مبادئك وفين فين دينك؟ حبك للخير بالظبط. لاخيك. انت تعرف انه مم. شرق اسيا مم. كلهم، شرق اسيا كلها مفيش سيف اترفع فيها. مم. هم التجار المسلمين هم اللي فتحوا شرق بالمعامله. اسيا. هو كانوا مجموعه بيبيعوا كلهم مثلا رز مثلا، يروح الراجل يقول له انا اوزن لي رز، يقول له انا بعت النهارده كتير، روح لاخوي ما باعش. مم. فالراجل يروح للراجل التاني، التاجر التاني، يقول له لقد اصاب المطر يعني محصولي فابتل، اذهب لاخي اللي جنبه. فيروح لاخوه يقول له والله انا ببيع بسعر غالي شويه، فروح لاخويا. العميل يقعد يلف على التجار لحد ما يوصل لاول واحد تاني. مم. هو ده فينه في السوق؟ واحنا اصلا ده حد بين العيب، وده حد حب لاخيه ما يحب لنفسه، وده حد بالظبط. حس باخلاق ومعاملات سليمه هو ونفسيات سليمه. اشترى وتأثر بدينك لدرجة انه يعني دول كاملة دخلت في دخلت الاسلام. الاسلام، صح انا فعلا. لما انا بالفعل انا شخصيا، مم. واي حد يقول لك غير الكلام ده مم. يكون مش صادق. انا ما احبش حد يكون افضل مني. ده طبيعي، دي طبيعه النفس. بالظبط. لكن لو ربنا من على اخ من اخوانك اللي شغالين في السوق مم. وعمل حاجة كويسة، ما شاء الله تبارك الله، اسال الله انه يبارك ويزيد. ما هو الواحد يعني ايه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم. فانت بتجبر نفسك انها تحب الخير ده، حتى لو انت شويه يعني حب الذات غصب عنك، انت بيخليك ان انت صفاء النية. انت بتجبر نفسك، دي بتطوعها انها لا حبي الخير للناس. بالظبط. ايوه. صفاء النية، مم. صفاء النية لاخوانك، صح. ده بيساعدك اصلا على يعني انك تتكمل، وده من ابواب التوفيق يعني. وربنا ممكن يفتح عليك بسبب النية دي. بالظبط، مش فعلا. يمكن، ده هو اكيد. صح، صدقت. انا على فكره انا كتير جدا من الاخوه اللي شغالين في مجالنا بيرفع التليفون، السلام عليكم ايه رايك؟ هو ليه هو عمل كده؟ وش معنى اختارني انا، مع اني ممكن اكون اصغر منه سنا او اقل منه في الظاهر، يعني اقل منه خبره لان هو موجود في السوق اكتر منه، وهي تقاس كده يعني. لا هو شاف انه ده هينصحني النصيحه اللي هتنفعني، ومش هي مش هيكذب عليا، هيديني الفائده اللي هتعني على شغلي. فسبحان الله، اللهم بارك ما شاء الله. طب اعمل كذا وبلاش تعمل كذا لانه ده ممكن يعطلك. طب ما هو ده منافس، ده منافس وممكن يعلى. طب افرض علي، طب افرض باع النهارده مثلا ب100 مليون، هو انا ايه اللي هيأثر عليا؟ انا رزقك جاي لك. خلاص. انت صفاء النية وحب الاخوان ما تحب لنفسك، ده اللي هيخليك تكمل. وده التسويق على فكرة برضو، لو حبيت تتكلم في تسويق انت موجود في السوق على فكرة. لو حصل لك اي دروب هتلاقي 100,000 تتمدلك عشان تساعدك تكمل. صح. وانا لما انا انفصلت ونزلت السوق كانش معايا فلوس، بس كان معايا سمعتي. بعلاقات ومع ايوه معايا سمعتي تسوى كتير جدا. طبعا. نزلت السوق كأني موجود، مفيش اي مشكلة. مم. ولما كنت اقول لحد انا مش معايا، براحتك، مم. عارف ان انت مش بتكذب. بس استاذ احمد، احنا يعني اتشرفنا بيك، الله يحفظك، وضفت شرف لنا ليا كتير، طبعا. والرحله الله بتاعتك يبارك كانت فيك. مليانه خبرات وتجارب. الله طبعا يخليك. نتمنى تكون ضيفنا تاني، الله يحفظك، ده وتضيف شرف لنا ليا كتير. طبعا. ربنا يبارك في الله عمرك. يحفظك. فان شاء الله يعني الناس تتبسط بالحلقه. يا رب امين. ربنا يبارك فيك، يا رب آمين. نورتنا. الله يحفظك. شكرا.